الضيف ديالنا اليوم هو السيد محمد زيان، المنسق الوطني للحزب المغربي الليبرالي ووزير حقوق الإنسان سابقا ونقيب المحامين سابقا. سي زيان، أستاذ زيان، مرحبا بكم. مرحبا بيا، ملي رحبتي بيا. نتمنى انه نبنيو شي حاجه في هاد الساعه ونص ديال الدردشه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه. شكرا سي زيان. ما واحد النظره الى المستقبل، لان الماضي نخليوه للمؤرخين. ومازال راك عاد شاب استاذ زيان. انا عندي 20 عام مع واحد 50 سنه ديال التجربه. ومرحبا ايضا بالضيوف اللي راهم حاضرين معنا اليوم في هذه الحلقه. كنذكر الاخوان والاخوات المشاهدين والمشاهدات بانه المنسق الوطني للحزب، يعني ما يساوي رئيس الحزب ولا الامين العام للحزب، غير باش نوضعهم في الصوره. المنسق كاين رؤساء بزاف وهو كينسق بيناتهم. طيب، يعني في الليبراليه كل واحد فينا رئيس. طيب، غادي نتكلموا على الليبراليه وعلى استديناكم اليوم، لانه انتم حزب يعني ماشي ممثل داخل البرلمان، وحنايا يعني الهاكا كتفرض على الاذاعات وعلى التلفزه المغربيه انها تستدعي ايضا احزاب اللي كتعتبرها يعني غير ممثله داخل البرلمان او اللي كيعتبروا اخرين احزاب صغيره، احتراما للتعدديه، وايضا باش نسمحوا لجميع الاراء السياسيه انها تعبر على راسها وعلى الافكار ديالها داخل القنوات العموميه. ياك ما بقاش فيك حيت قلت حزب صغير سي زيان. لا حنا صغار، ما كبير غير الله، ولكن عندنا امل بما اننا حنا صغار اننا نكبروا. المشكله هما الكبار خصهم ضروري يصغروا واحد النهار، هذوك اللي عندهم مشكله، حنا ما عندناش. طيب، غادي نناقشوا هذا الشيء كامل معكم الا سمحتوا، وهذه فرصه اننا نتعرفوا على الفكر الليبرالي اللي حامله الحزب ديالكم. يمكن غير واحد التقديم صغير على الحزب المغربي الليبرالي قبل ما ندخلوا في حيثيات النقاش، وغادي نتعرفوا بالتفصيل على المشروع ديالكم المجتمعي، سواء بطريقه مباشره او لا غير مباشره، على الاجابات ديالكم على بعض الاحداث السياسيه. تعريف مقتضى بلا سمحتوا. هنا في الحزب المغربي الليبرالي كنعتبروا عن الخطا ولا عن الصواب، ولكن التقبيه بكل حسن نيه ان الاداره تعرقل النمو الاقتصادي والعلاقات التجاريه، وبان كل ما حيدنا المراقبه ديال الاداره وكل ما جعلنا من العمل المباح بدون رخصه هي القاعده، وكل ما خلينا المغاربه يعيشوا ويستثمروا ويتجروا ويبنيوا ويبيعوا ويشروا بلا ضروري الرخصه مسبقه، الا بالتصريح بالوجود، ديكلاراسيون ديكزيستونس فقط، المغرب غادي يمكن له يتطور. هذا الشيء ناتج من كون عندنا ثقه كبيره في المواطن المغربي. المواطن المغربي كيدبر على راسه، ما وقفش على الدوله ولا الحكومه تقول له شنو يدير، او الحكومه تعطيه ولا الحكومه تسيره. المواطن المغربي اللي كيقول لك اعطيني بالتقار وما تقمعنيش وما تدخلنيش للحبس وما تفرضش عليها شي ضريبه ثقيله وخليني نبيع ونشري وخليني ندير داك الشيء اللي في راسي باش يمكن لي نسترزق الله. هذه الفكره مبنيه على الابداع، خص يكون عندنا واحد المواطن مبدع، وكنظن المغربي عنده هذا الروح ديال المبادره الحره والروح ديال الرغبه في ان يكون حرا في تصرفاته الاقتصاديه والماليه. ولهذا كنستغل الفرصه باش نذكر من جديد جميع المثقفين والجمعيين والحقوقيين، راه العهد الحقوق الاقتصاديه قبل العهد الحقوق السياسيه. قبل ما تقول لواحد السيد عندك الحق تفكر، خصك تعطيه ما ياكل، بمعنى انه بلا خبز ما يمكنلكش تعيش. هذه لا نقاش فيه، خصك تعطيه الخبز وتخليه يفكر، تعطيه الفكر، ولكن بدون خبز راه ما يمكنلوش يعيش. وبالتالي اولا دبر له في الخبز الحقوق الاقتصاديه، ومن بعد تقول له غنعطيك حقوق ثقافيه وسياسيه واجتماعيه. طيب، انتم تكلمتوا على هذه الحقوق الاقتصاديه، ماذا عن مثلا الحقوق السياسيه ولا الفهم ديالكم الليبرالي الحقوق السياسيه والقيم الليبراليه مثلا داخل المجتمع المغربي؟ احنا الان في القرن 21 ما بقاش مجتمع مغربي او لا مفهوم افريقي او لا مفهوم لاتيني او لا اسلامي او لا مسيحي. معروف ان العالم غادي بخطوات ثابته نحو تعميم واحد النظام اللي مبني على فصل السلطات والتوازن بين السلطات، ومبني على الانتخابات، ومبني على التناوب
في تسيير الشأن العام. هذه سياسيا ما كنظنش كاين شي غموض. الغموض جا في الاقتصاد. الغموض واش المغاربه عندهم الحق يبيعوا يشروا يا ولا لا؟ المغاربه عندهم الحق يأسسوا احزاب سياسيه كيف ما بغاو، والمغاربه عندهم الحق كل نهار يخلقوا نقابه. ولكن كتحدى شي مغاربي يخلق شي شركه تامين او عنده شكون يخلق مؤسسه بنكيه، هذوك ممنوعين. النهار اللي ترجع الاقتصاد حر والاقتصاد ماشي محتكر، والنهار اللي المغاربه يمكن لهم ينشطوا اقتصاديا وماليا وتجاريا، المغرب غادي يقلع بوحديته ما تصدعش راسك، ما محتاج شي مخ ولا شي مسير ولا شي مؤطر باش يقول لنا شنو نديروا. المغاربه هما اللي غادي يعلمونا شنو نديروا. ولكن نسمع بالنسبه لكم كاين عراقيل مثلا هذه الحريه الاقتصاديه بالنسبه لكم كبيره. كاين الاحتكار في المغرب، كلشي محتكر. كاين واحد السيد كيعطيوه غابه بدرهم رمزي، وواحد اخر باش يشري 100 متر كيطلبوا له 10 مليون درهم. ولكن يمكن هذاك اللي يعطوا له غابه بثمن رمزي درهم يمكن باش عنده راس مال وعنده خبره وعنده اسواق خارجيه، يمكن باش يشجعوا الناس انهم يستثمروا السيزيان. على كل حال الحمد لله اللي تنفس، لان كنت غادي نقول واحد الكلمه غتقول غادي يقولوا لك عاوتاني قلنا لك زيان ما كيعرفش يربط فمه. زعما هذا خلق من عند امه بالملاير اللي في جيبه ولا شنو زعما؟ لا كاين شركات متعدده الجنسيات. زعما السيزيان واش غادي تقارن مثلا شركات مثلا فولفو ولا مرسيدس ولا شركات اخرى بلا ما نديروا لهم الاشهار؟ لا فولفو مع مثلا يعني شركه صغيره. مثلا احنا في المغرب مثلا ما عندناش شركه اللي تصنع السيارات مغربيه وطنيه، اذا من الضروري يمكن نعطيو تحفيزات تسهيلات شركات اجنبيه انهم يجيو يستثمروا في بلادنا. لا ما كنظنش تعطي تحفيزات لهذه الشركات مثلا. لا يمكن يكون معك الحق، ما يمكن ليناش في الدردشه ديال الدقيقه ولا ديال النهار نجاوبوا بقناعه على هذا السؤال هذا اللي انت طرحتي، اللي ربما عندك فيه الحق. انا منظوري ماشي هذا الاشكاليه، ماشي نبنوا الطياره او نصنعوا السياره، هذه كتحتاج واحد التكنولوجيا واحد المده واحد الخبره، ولكن يمكن نصاوبوا البشكليت، يمكن نصاوبوا الكروسه، يمكن نصاوبوا شي حاجه، ولكن شي حاجه اللي تكون ديالنا. ماشي ضروري نقولوا ما كنقدروش نصنعوا السيارات وبالتالي ما نقدروا نديروا والو، وبالتالي غنخليو فلان وبرت فلان وولد فلان وصاحب فلان ونسيب فلان ولد خالته ديال فلان واخته ديال فلانه يشروا الارض بدرهم رمزي. هذا غادي يجرنا باش يبنيو. هذا بغيت نقول لك، هذا كلام وهذا كلام. غادي نرجعوا ولكني انا متفق معك انه ودا سهلنا التكوين المهني، ودا فتحنا الافق، ودا خلينا المغاربه يعيشوا، وإذا سهلنا اليوم الاتصال والتواصل. كاين الناس اللي غتمشي تقرا وكل واحد ومخه، وكاين اللي مخه معمول باش يصنع لك الاله ومع كيفاش كيدير لها انك كيعرف كيفاش يدير لها، وكاين اللي ما كيعرفش. ولكن اذا بقينا كل شيء ممنوع ما عدا بالرخصه، ونقول اكثر من هكا في المغرب راهما الامم المتحده اضطروا يخلقوا واحد كلاسمون سبيسيال، لان في المغرب حتى المرخص ممنوع. كتكون عندك الرخصه غدا في الصباح كيجي الاخر كيقول لك شد. كاين الناس اللي كاين الناس بزاف اللي كيقول لك ما بغيناش نعاود اقتصاد ليبرالي متوحش والواحد يجي يدير اللي بغى فوقاش ما بغى بدون انضباط القوانين. غادي نناقشوا هذا الشيء، غادي نجيو نتكلموا على. لا خصني نجاوبك على هذه. تفضل. لان دابا انت نجاوب على هذه باش تسمى مزيان. راك هنا اليوم باش تجاوب على الاسئله ديالي وغيتاخذ الوقت ديالي. المغاربه ينخرطوا في الحزب المغربي الليبرالي باش تكون الامور واضحه. انا ماشي هنا باش نتكلم على شي واحد ولا باش نتخاصم مع شي حد، انا هنا باش نقنع المغاربه ان الحزب المغربي الليبرالي عنده برنامج، عنده مشاريع، عنده حلول، وقادر يخرج المغرب في الازمه، ومستعد بحال اللي قلنا واحد النهار وكنعاودها لك اليوم. حنا الحزب المغربي الليبرالي كنتحداو ان في ظرف عشريا حنا يمكننا الشارع المغربي يبتسم، ماشي نحل المشاكل ديال المغرب، يبتسم في عشريا، يبتسم غير عشريا. هذه قناعتنا. ربما نكونوا مخلخلين في مخنا ولا كنشيروا بالحجر، ولكن عندنا القناعه دي. نقول لك واحد الكلمه، انت كتقول بانه واذا خليتي الحريه الاقتصاديه ماشي مزيانه. لا ما قلتش هكا، حريه مطلقه. شنو اللي هو المطلق؟ يعني بدون قيود وبدون احترام القوانين اللي تاثر شويه يعني الحياه الاقتصاديه داخل المجتمع. حتى الناس اللي عطاك سيد ربي، حتى لا ريسبيراسيون اللي هو عطاك سيد ربي ماشي مطلق. المطلق لا وجود له، لا وجود للمطلق، كلشي نسبي. انا اللي كنقول ودا شي واحد عنده شي فكره
ودا شي واحد عنده شي رغبه، ودا شي واحد عنده شي اراده باش يصوب شي حاجه يساعده، يخليوه، يشجعه. احنا في الحزب المغربي الليبرالي كنعترفوا لك بمنع واحد. السلطه والحكومه والاداره عندها الحق تمنع واحد الحاجه، تمنع المنع. ودا شي واحد منع شي مغربي يدير شي حاجه يستدعوه يقولوا له علاش منعته، لان الاصل هي الاباحيه، هي الحريه. ودا كنا دابا ما دير والو تيكون عندك الرخصه ما يعطيوها لكش، لان الرخصه كتخلق شي حاجه اكوتي، فهمتني، اللي يمكن يتدخل فيها، تدخل فيها حتى النيابه العامه. ودا كثرتي من الرخص كتبعك واحد النار للحبس. الا سمحت وبالتالي من الافضل خلي الرخص بعاد، خلي المغاربه يديروا، ودير سكون ابيل دي كاية الشرج، دير قانون واضح، قول للمغاربه بغيتي دير مخبزه ها كيفاش، بغيتي دير تنجرتها كيفاش، بغيتي تبني ها الحقوق، بغيتي تشطح ها الحقوق، بغيتي دير فندق ها الشروط. واللي كيعتبر بان هو وعائلته وناسه والشركاء ديالهم يتوفر لديهم الشروط القانونيه، كيعلمك تصريح بالوجود، كنعلمك بان انا وفلان 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 نتوفر على الشروط الضروريه للقيام بالعمل كذا فقط، وما تطلب لي رخصه وما اجي راقبني. ودا كنت كذبت عليك وشفتني بان ما عنديش الشروط والتاهيل اللي كاين في القانون، حينئذ كتقول لي الله يرحم والديك، عندك ثلاثه سوايع ورباع باش تشد. طيب غادي نوليو نتكلموا وهذه كان الليبراليه وهذا هو المستقبل. ويمكن نقول لك بانه في العالم كاين امثله، كوريا الجنوبيه، ماليزيا، اليونان اللي نجحوا بالنظام الليبرالي. طيب سي زياد، وكاين عدد واش نخليك تتكلم بوحدك نمشي نرجع من بعد مثالي؟ لا غير خليني نجاوب معك. لا دابا انت انا قلت لك عندنا ساعه ونص سي زيان، وغادي تعبر على المواقف ديالك كلها، ولكن حنا كنفسروا الليبراليه. التفسير ديالك انا قلت لك مقتضب، حيت غادي نرجعوا له، غنتكلموا على المشروع ديالك الاقتصادي، المشروع السياسي. اسمح لي، كان واحد الاشكاليه ان انت الاسبوع الجاي ولا الشهر الجاي عندك واحد الضيف واحد اخر غتزيد تتكلم، اما انا عندي غير اليوم، ولربما ما رجعنا عندك اكثر من دابا 5 سنين. كنتكلموا دونك خصني نتكلم ساعه ونص اكثر منك اكيد، لان طيب. انت تتكلم من بعد. شنو كنقول لك؟ انا ما رجعتش غدا. لا ولكن انا عندي الثقه فيك بانما في كلمات مقتضبات وغتمشي للمفيد ويمكن تقنع الناس بهذاك الافكار ديالك. واذا قنعتك انت نكون نجحت ان شاء الله. غادي نتكلموا، يمكن نطلب لك المواقف ديالك على بعض القضايا الراهنه، ونرجعوا نتكلموا على المشروع ديالكم السياسي. نعم سيدي، انا في رساله ملكيه موجهه للمؤتمر اللي تنظم مؤخرا حول حقوق الاقليات الدينيه في الديار الاسلاميه. جلاله الملك، هذا المؤتمر اللي تنظم في مراكش مؤخرا، جلاله الملك ركز على مجموعه ديال المسائل وذكرها من بينها انه ما يمكنش نستعملوا الدين للنيل مثلا من الاقليات الدينيه اللي موجوده مثلا في الدول او في عند المجتمع في المجتمعات الاسلاميه. جلاله الملك ذكر بالتجربه الرائده المتميزه الحضاريه ديال المغرب في التعايش مع مجموعه ديال الديانات الاخرى، وخاصه في المغرب مع اليهود مع النصارى الى اخره. نعم. وجلاله الملك ايضا في الرساله ديالو اللي تلاها السي احمد توفيق وزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه طلب منع العبث بتأويل النصوص الدينية خاصة فيما يتعلق بالجهاد، وذكر بالموقف القوي اللي صدر مؤخرا العلماء ديال الجهاد ديال المغرب. لا يعني منع العبث، ما نبقاوش نستعملوا هذه الكلمة الجهاد كما كنقولوا بالفرنسية طوغيا ترافير في أي مناسبة، ويعني ونخليو أهل الاختصاص هما اللي يتكلموا عليها. هذا الشيء كامل باش نذكروا يعني بالحرية الدينية المسؤولة، وايضا يعني التعايش اللي يقدر يوقع والتجربه المغربيه في هذا الاطار. سي زيان، على ضوء المناخ الاقليمي والعالمي اللي كاين، شنو يمكن انتم كشخصيه وعندكم يعني تجربه في هذا، وانتم كنتوا وزير في حكومه مغربيه، وزير حقوق الانسان سابقا، كيفاش كتشوفوا الان موقع الدين داخل السياسه في البلدان ديالنا العربيه والاسلاميه؟ شوف، اولا انا اذا سمعت الكلام ديال سيدنا بحال هذا غادي نفرح. كتعرف علاش؟ لان امي نصرانيه وبا مسلم، وانا بديت الحياه في اوروبا مسيحي، لان امي المراه ديما الام كتضغط على الرجل، وبا كان في اسبانيا، بالتالي كانت امي اللي كتحكم وكانت كديني مع الكنيسه.
ومن بعد اخترت انا شخصيا، انا اخترت الاسلام، ماشي خلقت مسلم، انا اخترته بقناعه. ملي كنشوف بانه رئيس الدوله ديالي اللي انا ننتمي اليها، واخترت المغرب، انا خلقت في مالاغا، خلقت في اوروبا، انا خلقت في اوروبا وجنسيتي الوحيده، ما عنديش جوج جوازات بين عن واحد هو المغرب. انا خلقت مسيحي وانا مسلم، تكون الامور واضحه. انا العكس ديال ديك الناس اللي كيخلقوا في المغرب وكيمشيو اوروب كيرجعوا اوروبيين او شي حاجه واحده اخرى. انا العكس ضروري. انا نقول لك واحد الكلمه، الاسلام اللي انا كنامن به، لان خلافا لما الناس اللي كيظنوا ان الليبراليه ديالي منبثقه من الاسلام، لان انا تربيت في الزاويه ديال العلماء ديال الصح، ماشي ديال الخريف ديال الشحا، بحال الحاج الحبيب ديال التانات رحمه الله، او الحاج ابراهيم ديال ايت ميلك. تعرف كيقولوا لي؟ وسيدي ربي ما برعش راسو بالاجماع. سيدي ربي ما عطاش راسو الاجماع، ما عطاش راسو حتى الاغلبيه. من 7 ولا 8 المليار ديال الساكنات ديال الكره الارضيه، كاين غير 3 ديال المليار اللي كيامنوا بالسماء وبالله، و4 ما كيامنوش به. ورغم ذلك مرتاح. سيدي ربي تحاور مع الشيطان وفسروا وحاول يقنعوا وعطاه الدليل، وملي ما بغالوش عطاه الصراح المؤقت، قال له سير الله كيتحاور. هاسي ما كمل عبد، هذاك هو اسلامي، هذا الاسلام اللي انا كنامن به. على ضوء هذا الشيء اللي وقع دابا في العالم العربي والاسلامي وفي الشرق، هذا الحماق لانه الناس استعملت الدين باش تعبر على واحد السخط اللي يمكن يكون مبرر. كاين جوج ديال الامور، كاين ما يقع الان من منظور سياسي، وما يقع الان بمنظور ديني. تكون الامور واضحه، انا في مخي واضحه، ربما ما نعرفش نعبر عليها، ولكن في مخي واضحه. الغرب والقوه الغربيه حقرتنا فوق الجهد واكثر من الجهد، حقرتنا بزاف وما كتعطينا حتى شي حق. تصور انا يمكن نقول لك اليوم، لو كانت روسيا دخلت في لا فنلند والشعب الفنلندي كله هاجر فنلنديا، بالله لما كان مجلس الامن الامم المتحده يديروا ضريبه على العالم وجميع المواطنين ديال العالم يخلصوا باش اوروبا يمكن لها تنظم اللاجئين ديال فنلنديا واستجب للواجبات ديال المحتاجيات ديالهم. سوريا الشعب الحلف الاطلسي، ماشي الحلف الاطلسي هنايا، ولكن الشعب روسيا وبعض الحلفاء ديالها كيقنبلوهم يوميا. هذا الشعب هربان. شنو هما الدروس اللي نستافدوا من هذا الشيء اللي واقع مثلا في سوريا كما ذكرتوا، في العراق، في افغانستان، في الصومال، في اليمن الى اخره، باش هذاك الشيء ما يوصلش للمنطقه ديالنا السيزيان؟ هذا هو اللي كيهمني. انا ملي كيقولوا لي لا غير كونتر لو تيروريزم، كتجيني كنبتسم، كنقول واش العالم ما بغاش يرجع ذكي بحال اللي كان في القرن التاسع عشر وبدايه القرن العشرين؟ ما كاينش حرب ضد الارهاب. الارهاب الحرب ديالو هو حرب ثقافي فلسفي حواري، خاصك تحاور، خاصك تفهم علاش هاد الناس هادو عقليتهم هكاك وشنو اللي ما عطيتيهمش باش يكونوا فحالنا ولا فحال الناس اللي كيعرفوا القرون ديال الاناره ديال الضوء دي سيك دي لوميير. علاش ما وصلوش لهم شي؟ علاش هاد الناس هكا؟ الجهاد حق انك تجاهد في نفسك باش تكون مؤمن، تجاهد في نفسك باش ما تصرخش، تجاهد في نفسك باش ما تكذبش، ضروري تجاهد باش ما تبقاش الاميه، ضروريه تجاهد ما يبقاوش الوباءات لي زيبيديمي، ضروري. غير الناس قلبوا الجهاد وردوا الجهاد في واحده اخرى، كيظنوا بان الجهاد هو ضد الانسان. وسيد ربي خلى الشيطان بواحد بحريته، قال له سير، خلى 4 مليار ديال الناس ما كيامنوش به. طيب يمكن هذه فرصه وحنا تكلمنا على التعايش في المغرب بين مجموعه ديال الطوائف اليهوديه والمسيحيه. نذكروا مثلا ما فيها باس وحنا نتكلموا على الاخوان ديالنا اليهود المغاربه. نذكرك بالنائي ديال مجلس الطوائف اليهوديه بالمغرب في الوفاه ديال السي دافيد بيردوغو اللي كان رئيس سابق ديال الطائفه اليهوديه بالمغرب وسفير متجول.
لصاحب الجلاله وكان وزير الى اخره وتحمل مجموعه ديال المسؤوليات. يعني كلمه في حق السي دافيد برديغو. على كل حال كوزير كان وزير نقي. انا عرفت انا كوزير لان كنت نائب برلماني، وكان يستجيب للاستدعاءات ديال البرلمان، وكان يستجيب للاسئله ديال النواب بصدق، وكيحاول يقنع بصدق. اما شي حاجه اخرى ما كنعرفهاش عليه. انا كان عندي معه ملف واحد، الملف ديال المرحوم ابراهيم السرفاتي اللي ساعدنا في وجود الحل المناسب ديالو، وتحل الحمد لله كما كان ينبغي، وجعلنا حد للازمه اللي كان خالق لنا ديك الملف والضغط الدولي اللي كان على المغرب. بهذه المناسبه نقدموا التعازي للاهل ديالو والاصدقاء ديالو والطائفه ديالو، الاهل ديالو وعائلته الموجوده في المغرب وعائلته الموجوده في اوروبا وعائلته الموجوده في اسرائيل. طيب بدون مركب نقص. قرار ديال غرفه التحقيق ديال محكمه الاستئناف بباريس اليوم اللي رفضت طلب الالغاء ديال الصحفيين الفرنسيين المبتزين إريك لورون وكاترين غراسيت اللي راهم متابعين بمحاوله ابتزاز اموال ديال القصر الملكي. وهاد محكمه الاستئناف قرار غرفه التحقيق رفضت الطلب ديالهم اللي كانوا بغاو يلغيو التسجيلات اللي قام بها محامي القصر السي الناصري، الشاب الناصري. اذا هذه كيفاش كتعتبروا هذا القرار ايجابي في اطار ادانه هذه التصرفات؟ على كل حال، واذا كان شي اجنبي بغى يبتز المغرب، انا كنظن الواجب على المغرب يدافع على نفسه، هذا واجب، والا غادي يبداو الناس يبتزونا كما بغاو باش تكون الامور واضحه. انا كنظن بانهما من حقهم يدافعوا على انفسهم كما بغاو، وحنايا من حقنا اننا نحاولوا نقنعوا العداله الفرنسيه، عدالتهم، بان ذوك الناس قاموا بجرائم التي تستحق التصريح بمؤاخذتها، على الاقل التصريح بمؤاخذتها. ومزيان، انا كيعجبني ملي المغرب كيهاجم بحال اللي دار في اسبانيا مرارا وبحال اللي دابا دار في فرنسا، لان التنازل راه ما كيعتبروش بانه احترمتيهم وبغيتي تبين بان انت حقوقي او كتعاطف او كتحشم، كيعتبروه ضعف وكيزيدوا فيه لانه ما عندهم واحد المركب، عندهم كبرياء. حنا بالنسبه لنا لا وجود له. راه كاين واحد الجمله حقيقيه اللي كيقولها كان بورت لو ريست مي ابري تو لو ريست سنك لومانيتي. واذا حيدتي الغرب ما تبقى هي الانسانيه جمعاء، وهذه الانسانيه جمعاء راه ما عندها حتى شي قيمه عندهم، ولان ما عندهاش قيمه عندهم اللي تخلق الارهاب وتخلق هذه الوضعيه الماساويه بالنسبه لنا اكثر من بالنسبه لهم. بالنسبه لنا اكثر، لان حنا ملي كيضربنا الارهاب راه كتقلص الحريات ديالنا، هما الحريات ديالهم ما كتقلصش، الحياه والرفاهيه ما كتقلصش، وكيزيدوا عايشين كيف ما كانوا. حنا اللي عندنا في البلاد مع الاسف لكل مره اللي كضربنا الارهاب كنزيدوا نقلصوا من الحريات ديالنا. واقتصاديا العواقب ديال الارهاب علينا حنا العالم العربي والعالم الثالث كثر بكثير من عواقب الارهاب بالنسبه للاقتصاد الغربي. طيب وشنو الناس اللي كيقولوا مثلا او لا كيحاولوا يوجدوا تبريرات للعمليات او الارهاب اللي موجود داخل العالم العربي؟ هذا الشيء اللي كيقول لك مثلا انعدام الحريه هو اللي كيؤدي الناس انهم يمشيوا يستعملوا العنف مثلا، او لا النظره اللي عند الغرب على العالم العربي والاسلامي، وهذه الحقره هي اللي كتخلي هذا الشباب انه يلجا للعنف. علاش مثلا هذا الشيء كامل ما يخلي الشباب ديالنا يلجا لطرق سلميه للتعبير عن الاحتجاج ديالو او الابداع في شي حاجه اخرى؟ علاش ضروري حنا خصنا نمشيو للعنف؟ واش عندنا يعني في التربيه ديالنا اننا كنمشيو للعنف؟ لا اولا كاين جوج ديال الامور. حتى واحد ما عنده الحق باش يبرر الجريمه. المجرم مجرم ولا وجود للمبرر. باش تقول لي هذا السيد مثلا ما يكون مشى يسرق، هذا السيد ما بغاتو حتى شي امراه اغتصبها، هذا السيد هذا سبوا شي واحد ضربوه، خلينا من تحت. الجرم لا مبرر له،
كخصنا نفهموا علاش، ونتجاوزوا الاشكاليه ونحاولوا نحلوها. انا كنقول الارهاب اليوم يحتاج الى حوار كبير، حوار مع الارهابيين يفسروا لنا علاش وكيفاش كيفسروا هما الاسلام، ونفسروا لهم حنا الاسلام ديالنا، ونتحاوروا معهم تنقنعوهم انهم يرجعوا للطريق ديال الصواب. تمام. ممكن تحاوروا مع داعش السيزيان اللي كيقطعوا الرؤوس. ايوا اش غادي نقول لك، السعوديه كدير اكثر من داعش وما كاينش اللي كيدوي معها. لكن السعوديه كدوله ماشي دولة. انت بالنسبه لك دوله، انا كنفضل ما نتكلمش لان العلاقات الدوليه والعلاقات الخارجيه ديال المغرب كخصني يكون عندنا لغه موحده، وبالتالي من الافضل نربطوا فمنا. ولكني دو بوا دو ميزور ما كتعجبنيش. انا ماشي ما تقطع الراس، انا ما كنقبلش تقطع الراس، وما كنقبلش القمع ديال المراه، وما كنقبلش التصرف ديال الرجل ديال الخاويه، وما كنقبلش الاحتكار الاقتصادي. ولكن زعما باش نبداو نظنوا بانه هنا يحسب من هنا، لا. قطع الراس كنعرفوا مصدره منين جاي من الوهابيه، وكنعرفوا بان الوهابيه هي اللي كتسير المملكه السعوديه. جا واحد الوقت ان خصنا نحاورهم ونقولوا عباد الله ها فين انتم خاطئين وعلاش انتم خاطئين. ولكن كل ما خلينا الوهابيه بالوسائل العملاقه اللي عندها والماليه اللي عندها تسير الاسلام في المغرب، ايوا ما تصدعش راسك، هادشي عمره ما غادي يسالي. طيب بالحيل ديالو منين كيجي الفكر المتطرف بالقنابل بالرسوم باش ما بغيتي. راك الموقف ديالك راك وصلته، بارك الله فيك. ولكن انا من الواجب ديالي الدور ديالي ان نذكر المواقف ديال المملكه العربيه السعوديه اللي دائما كتدين الارهاب وتدين التطرف. هذا موقف ديالهم هي ضروري، لان بن لادن بغى يقلبهم. انا ما غاديش ندخلوا في العلاقات الدوليه، غادي نرجعك للسياسه الداخليه. نعم سيدي ما كرهناش، احسن. غادي نرجعك دابا السياسه الداخليه. في هذا نهايه الاسبوع اسدل الستار على اشغال المؤتمر الثالث ديال حزب الاصاله والمعاصره البام، واللي عرف الانتخاب ديال الثنائي سي الياس العماري والسيده فاطمه الزهراء المنصوري، الاول كامين عام ديال حزب الاصاله والمعاصره، والثانيه كرئيسه المجلس الوطني للبام. شنو السؤال؟ التعليق ديالكم على هذا شغل البام، نصوتوا عليه وما كيعرفوا علاش، صابوا فيه مصلحه شغلهم، وتم التصويت. ظنوا بانه هو غادي يديهم النجاح. وعلى كل حال شي واحد صاحبه قال لي اليوم في الصباح السي الياس العماري صاحبه. الياس العماري صاحبي اولا باش تكون الامور واضحه، كنعرفوه وغير تيك النهار في القضيه ديالو، لان عندي دعوه في واحد القضيه كتسموها شخصيا، باتني قال لي هذا الموقف ديالك كان واضح، وباش تكون الامور واضحه انا ما عندي حتى شي حاجه ضده كشخص، لان ما هما كيعرفوا علاش. ولكن واحد صاحبه قال لي اليوم حنا صوتنا عليه لان السي الياس العماري كيعرف من اين يؤكل الكتف. ايوا صافي دبر راسو، الله يعاونو، الله ينصحو. اش غادي نقول لك انا؟ شغلو هذاك. ولكن كيفاش هذاك شغلو؟ انا ما نقولكش اللي قال لي شي حد من البي جي دي قال لي طلع الياس العماري وجا الزلزال في الحسيمه، ولكن هذه ما نقولهاش. ولكن كيفاش يمكن تقيس الموقف السياسي انطلاقا من الكلام ديال شي واحد في الزنقه هكا؟ لا هذا صاحبه ماشي بالصح، هذا صاحبه. هو يمكن هو عنده صحاب بزاف، عنده صحاب بزاف، عنده مشكلي صحاب بحالي انا بعاد منه بكثير، وكاين اللي هما اقارب الاصدقاء قراب له، ولكن هذا قريب له. طيب نبقاو في السياسه. هذا من بعد الانتخابات الاخيره ديال 4 شتنبر، الانتخابات المحليه والجهويه افرزت بشكل واضح تقريبا هذه الثنائيه القطبيه اللي دابا عرفتها الساحه السياسيه المغربيه، بين البي جي دي من جهه زعما الكتله نقدروا نسموها يمينيه محافظه، وبين الاصاله والمعاصره كحزب اللي فرض راسه يساري ولا شنو بغيتي تقول؟ هو قال لك دابا السي الياس العماري في التصريح ديالو مباشره بعد الانتخاب ديالو قال لك حنايا البام اصبح الان يتموقع داخل اليسار الوسط. مزيان. هاد الثنائيه واش مزيانه؟ شنو غادي الشراكيه؟ لا هما قال اليسار الوسط. الاقتصاد ديال المغرب غادي يرجع الشراكه عاوتاني. عاد خرجنا من الخوصصه. دابا ملي كنت انا في الحكومه وقبل ما ندخل الحكومه وحنا كنصوتوا في القوانين ديال الخوصصه ولا الخصيصيه. واش انتم كنتوا في الحكومه؟ لا بريفاتيزاسيون. لا كنت نائب برلماني في ديك الوقيته باش نديروا الخوصصه، وقال لك خصخصه، عفوا الخصخصه. الخصخصه
من بعد ما درنا الخصخصه وبعنا هذاك الشيء بدرهم سمبوليك، وعطينا العقارات والديور مع شي شركات، ووزعنا الثروه ديال المغرب. دابا عاوتاني نرجعوا لليسار والاشتراكيه وعاوتاني القطاع العام باش عاوتاني نبيعوا الاجيال الصعيده بربع ثمن وحنا غاديين. هذا كان يساري يدير اقتصاد يساري ونشوفوا فين غادي يوصل. هذا وصلت كوريا الشماليه. الحزب المغربي الليبرالي فاش كيتموقع دابا حاليا؟ واش كحزب مع الاغلبيه ولا مع المعارضه؟ يعني فاش كتموقعوا انفسكم انتم؟ كنطرح لك السؤال، انتم ما كاينينش دابا في البرلمان. حنا حزب ديال الاقتراحات، حنا قوه اقتراحيه، وحنا حزب ديال الافكار. تقدروا تكونوا تينك تانك مثلا، ولا جمعيه، ولا نادي ديال الافكار. اش ديروا حزب سياسي؟ اولا حنا عندنا بزاف ديال المؤسسات اللي هي فكريه باش نعرفوا تينك تانك، لانتيليجونس استراتيجيك، الدراسات. هادو تابعين للحزب الليبرالي؟ تابعين للحزب الليبرالي. او لا عندهم تاثير ليبرالي، ولا كيمكن له يلعبوا في الحياه الليبراليه باش تكون الامور واضحه. هذه امور واضحه. مثلا طلبت لهم دراسه داروها ليا، واذا قلنا غادي نديو على التكشي ديال الامازيغيه وديك الشيء، وعطاوها ليا اليوم في الصباح وعطاوها ليا هي هنا، ودابا بغيت شي حد يصورها باش يوري الشعب المغربي. نتكلموا على الموقف ديالكم الامازيغيه. نرجع للسؤال ديالي، واش انتم مع الاغلبيه ولا مع المعارضه؟ فين كتموقعوا؟ ولا في الوسط، ولا ما عرفتش اليمين يسار وسط؟ لا حنا يمين ديمقراطي ليبرالي. حنا يمينيين، حنا ما علاقه عندنا مع اليسار. حنا يمين ديمقراطي ليبرالي، لا اكثر ولا اقل. حنا ما عندناش الوسط. الوسط اللي مره يدور على اليمين ومره يدور على اليسار، مع الوسط ما معنا. حنا يمين ديمقراطي ليبرالي. ديمقراطي معناه انتخابات بلا فلوس. يعني انتم قريبين شويه المشروع الاقتصادي ديال العداله والتنميه، حيت حنا اقرب للعداله والتنميه. لو كان العداله والتنميه ما كتستغلش الله والدين كونوا اقرب، كونوا معاهم كاع. ولكن ملي كيستغلوا سيد ربي، وحنا خوافه كنخافوا من اليوم الاخره، والله ما يكون داكشي ماشي في محله، لان الاولياء قالوا لي الله يعطيك الخير امور الله خليها بعيده عليك، لان ما كتفهم لياش لا انت ولا غيرك، وبالتالي انا كنخليها بعيده عليك. لو ما كانوش يستغلوا الدين كنا نكونوا معهم، ولكن ما كيستغلوا بزاف الدين، وكنخافوا يكونوا كيستغلوا الدين ماشي طمعا في الجنه او طمعا في البرلمان وطمعا في الحكومه وطمعا في الرزق، هذه تكون كارثه. وبالتالي خلينا الله يعطيك بهذا الموقف ديالكم السيزيان، انا يمكن انتم تكونوا اقرب للاصاله والمعاصره، خاصه هذا الامين العام الجديد السيد الياس العمري قال مباشره، قال لك انا جيت الحزب ديالنا جا في مواجهه الاسلاميين ليس الاسلام والمسلمين. اذا انتم كتحاربوا الناس اللي كيستعملوا الدين، اللي كيعتبروهم الاصاله والمعاصره اسلاميين. في هذه الناحيه انتم قراب ايضا للبام؟ لا حنا حزب موجودين باش نحاربوا البطاله، باش نحاربوا الجهل، باش نحاربوا الاميه، باش نحاربوا المرض، باش نفرضوا التعليم ونعمموه. حنا ما ضد حد، باش تكون الامور واضحه. حنا جينا باش نبنيو، ما جيناش باش نقولوا هذا ما نتعاملوش معاه. حنا واذا كنت انت تستغل سيد ربي غادي نخليك ديروا بوحديتك، حنا بعادين عليك وما نمشيوش معاهم ابدا. واذا كنت انت غتخلي الاقتصاد بين ايدي من يملكونه اليوم، وتزيد تقول لي بان ما غادي يخلصوا الضرائب وغادي يزيدوا يترزقوا على ظهر واحد الشعب، غادي نقول لك انا ماشي معك. ولكن اذا انت دير لي الحريه الاقتصاديه وتقول كو لو ميور كان، واذا انت عندك الملاير، ولكن واحد اخر بافكاره بالمبادره ديالو بالفهم ديالو بالنشاط ديالو بالديناميكيه ديالو غادي يكشطك. انا متفق معك، حينئذ نكون معك. وانت كتمنعني كتقول لي ما تخرجش من باب دارك. اليوم المغاربه كيقول لك بان هادشي ديال لا فينيت تخلصوا في البنكه، هذه حيله باش البنوكات يربحوا 27 مليار. اليوم الشعب كيقولها بالزنقه. وانتم شنو كتقولوا في الحزب؟ لا فعلا، واذا كانوا 3 مليون ونص ديال السيارات غادي يعطيو شحال 27 درهم، 23 درهم للبنكه، 3 مليون ونص ديال السيارات وبزاف ديال الملاير. ولكن الا سهلنا الامور المعيشه على المواطنين راه عنده ثمن يعني باش لا بطال. لا علاش المؤسسه البنكيه اللي كتباع الملاير ما تبعلكش لا فينيت بطال؟ شنو فيها؟ بطل ما كايناش في المغرب، هاد الشعب ما نعطيوه والو.
خص باباك كل مره نفكروا في شي حاجه خلص يا باباك الله حطي يماهم عطيهم له باطل اسيدي. ما كاين حتى حاجه باطل في المغرب. علاش ما كايناش باطل؟ كاين. شوف واتساب في امريكا باطل، واتساب الان في اوروبا كيمكن لهم يعيطوا لنا باطل. يلا شنو الموقف ديالك مع القرار الاخير؟ حنا شدوا لنا واتساب باش نضطروا نخلصوا اتصالات المغرب او لا ما نعرفش شكون الاخر ميديتال او لا انوي باش نخلصوا لها الفلوس. وفي اوروبا باطل، في امريكا باطل، لان الحكومه موجوده باش الشعب يعيش باطل. ماشي تكشطو كل صباح تخمم كيفاش غدير باش تحيد له الدريبات اللي عندهم في واش جيبو. غادي تقارن؟ عباد الله فرق كبير. طيب واش غادي تقارن الاقتصاد المغربي مع الاقتصاد الامريكي؟ هذا واتساب هما اللي جابوه وما عتالينا. انا كنعقل كنت في البرلمان واحد المره جاني وزير شكون كان نسيت سميتو، المهم نتمنى يكون مازال حي غادي يفكرني وغادي نذكروا المواطنين هذا قرار ديال وكاله تقنيه الاتصالات هي اللي خداتو. ماشي ايلاد لا غير كنذكر السماء. لا الله يعطيك الخير. انا ما تقول لي هذا قرار هكا، هذا قرار ديال هذا قرار ديال داكشي بيدوخوني هذوك بشر كيتشبعوا كيتخلصوا بعدا 20 حتى ل 25 الف درهم للواحد في الشهر وكيجتمعوا مره في القرن. انت كلكم متفقين كيقروك هذوك كيقروا كيمكن لهم يغلطوا. انا كنقول لك قضيه واضحه. انا كنت قلت لا بارابول تعقل دابا كتعقلوا وجاوا للبرلمان واحد القانون باش نخلصوا لا تاكس ديال البارابول. قلت لهم عباد الله خاصكم النيابه العامه دير لكم متابعه لان انتم بغيتوا تسرقوا البارابول في السماء وهذو لي زوت في السماء باطل كيدوزوا وانت بغيتي تقول لي باش تشوفهم نخلصك. شنو عطيتيني انت الحكومه؟ وكان الحمد لله المجلس الدستوري كان لغى ديك القانون وتصور ما معناتها. طيب انتم كحزب واليوم سياسي مازال اليوم كنخلصوا التلفزيون عن طريق ها هو انا غادي نمشي معك في التحليل ديالك السياسي. هو قرار اتخذته هذه وكاله تقنيه الاتصال ديال الاتصال. لا غير اسمح لي انتم كحزب سياسي والناس اللي ما راضيينش على هذا القرار وانتم اللي كتقولوا شنو هما الاليات اللي عندكم باش تحتجوا على هذا القرار ولا توجهوا؟ بحال دابا معك كنتسنى الفرصه انك تستدعيني وباش نقولها وكنظن بان الملايين ديال المغاربه لربما سمعوني مزيان. صافي هذا اللي عندنا نبدا ندوزو بالبنيه. لا حنا ما عندناش آلية واحده اخرى كنفسروا كنقولوا واتساب مجانا في العالم برمته. العالم برمته. طيب هاد اتصالات المغرب ودخل والاخرين باش ما نبقاوش نديروا الاشهار غير لا والاخرين والميديتال وما نعرفش الوكالات. نتمناو غدا يكونوا 50 ولا 60 وحده مزيان باش بداو يدابزوا مع بعضياتهم ويعطوني التليفون باطل. هذه الليبراليه. طيب مزيان ما معنى واتساب باطل تشدوا باش ما عرف كيفاش نفسرها لك. والامريكان اللي عطاونا واتساب اصاحبي خليونا نعيشوا. التعليق ديالكم السيزيان على النتائج ديال الانتخابات الاخيره المحليه والجهويه اللي فرزت صداره الحزب الأصالة والمعاصره متبوع من العداله والتنميه وحزب الاستقلال. ما نتكلموش على حزب المغربي الليبرالي لان للاسف يعني عدد المستشارين ديالكم محسوبين على يد الاصابع اليد الواحده. نقول لك علاش سي تيجيني. يلا علاش مثلا لان عطاهم 3 مليار ونص للواحد. 3 مليار ونص ما يجيبش الاصوات. تخرج 3 المليار ودابا غادي يسمعوا ناس حاب لهم الدوله كتجبد هكا وكتعطي ما عندهم تمثيليات وعندهم نتائج. في الديمقراطيه ما تدوخنيش. لا الديمقراطيه كتكون بلا فلوس. اما انت باش دير لي الديمقراطيه وهذا تعطي 3 4 5 6 7 8 ديال المليار وانا تعطيني 50 مليون سنتيم 500 الف درهم كنقول لك هذه ماشي ديمقراطيه. الديمقراطيه ما تعطي الفلوس حتى شي واحد. لا فرنسا كنبدلوا فرنسا ولا كتعرفها. لا فرنسا بعد النتيجه. لا اسمح لي وهذا الشيء ايضا اولا فرنسا قبل بعد النتيجه يكون هكا ما نبقاوش نغوتوا صافي. انا نسمع لك وكان بعض المرات انا كنزيد سيدي ما كاين مشكل. انا كنقول لك فرنسا بعد النتيجه. انا كنقول لك بعد النتيجه اعطيهم قبل النتيجه ما تعطيهم والو. لا فرنسا ما غاديش المهم ندخلوا في هذا النقاش ولكن كاين اليات اللي كتحدد على كيفاش الدوله كتساند او كيفاش الاموال العموميه كتمشي للاحزاب السياسيه باش تساهم في الحملات الانتخابيه ديالها الى اخره. والا ما جابتش واحد العدد معين كترجع هذيك الاموال اللي كتعطيها لها الدوله الى اخره. دونك كاين قوانين ديال البلاد. واش هذه القوانين مزيانه ولا مش مزيانه هذا نقاش اخر. ولكن هذه القوانين كتطبق على الحزب المغربي الليبرالي كما كتطبق على حزب العهد سي وزاني راه معنا واحزاب اخرى وبما فيها العداله والتنميه والاتحاد الاشتراكي الى اخره. بلا ما ندير اذا هذوك احزاب دابا الان احزاب قويه وعندها تمثيليه داخل البرلمان وخصها تبقى قويه اللي ما عندكمش انتم. اسمح لي انا ما كرهتش تكون عندكم تمثيليه ما عندكمش. اذا ما تستافدوش من نفس الدعم اللي عند هذه الاحزاب.
وهذا القانون نغيروا القانون. انا كنقول لك شنو كاين في القانون. الديمقراطيه. انا كنقول لك شنو كنذكر باش يعني ما يمشيش مغالطات والناس يفهمونا غلط. الا ملي كنبقوا نخرجوا الملاير وكذا الناس صحاب المراه كنعطيو الملاير انا نفسر لك يلا انا تفضل. بغيتي نقولوا للمواطن كيفاش كدير انتخابات. دونك انت الناس علاش ما جبتش نتائج على هذا السبب. يمكن لك تعطيني دابا شحال تعطيني من الوقت. تفضل نخليك تجاوب. دويتي قسمين نخليك تجاوب. دوي قل منك ولا اكثر. الا تقدر تجاوبني في جمله هذا مهم ايضا. لا ما يمكنليش نجاوبك في جمله لان انت باش تطرح لي السؤال درتي 5 حنا كنضيعوا الوقت السيزيان. لا تفضل. بلاتي نفسر لك. فرنسا كانت كيفاش كتجري الانتخابات. اولا نعم سيدي فرنسا كل ناخب كيتوصل في دارو بواحد الخشاي نوفلوب في البرامج ديال جميع الاحزاب السياسيه. انا كنتبع البرنامج ديالي وكنعتني الحكومه الفرنسيه اللي هي كتفرقوا لي عن طريق البريد، وجميع الناخبين كيتوصلوا في لحظه واحده ملي كيحلوا لونفلوب ديالهم جميع البرامج ديال جميع الاحزاب السياسيه باش كيمكن لهم يختاروا جميع البرامج. ماشي هذا كنعطيه مليار وهذا كنعطيه درهم وهذا كنعطيه 2 سنتيم وكنقول له زير الطباع وسير وزع في الزنقه. هذاك اللي عنده مليار غادي يطبع احسن مني وغادي يوزع احسن مني وغادي يبلغ احسن مني. جميع الاحزاب كنتي صغيره ولا كنتي ستيتو او كنتي غير موجود او كنتي غير قلتي بسم الله كتمشي كتطبع البرنامج ديالك فهمتي وكتعطيه لهم. هذيك الطباعه كتعطيك واحد الفاكتوره وهو انك تصرفتي ديك الفلوس ماشي سرقتيهم والدوله كتخلصها. نعم سيدي. في المغرب كتعرف شحال خلصنا المره هذه في الانتخابات كندور 280 مليار. كتعرف شكون اللي داها؟ داوها الجامعيين وداوها لي كومونيكون الشركات ديال الكومونيكاسيون وداوها المطابع وداوها الاطر ديال الداخليه والاحزاب السياسيه. علاش سيدي ملي حنا كنامنوا بالشفافيه والشفافيه ضروريه في القرن 21 ما كنجدوش في اخر الانتخابات وكيجي وزير الداخليه وكيقول ها 280 مليار كيفاش صرفتها، ها هما الاساتذه اللي مشاو للتلفزيون عارف شحال عطيناهم، هادو بالطباعه اللي طبعت لنا شحال عطيناها، هذا الحزب بشحال عطيناه. كاين هذا الشيء السيزيان ابدا. كاين هذا الشيء السيزيان وكاين حتى المجلس الاعلى للحسابات يلا مؤخرا خلينا المجلس الاعلى للحسابات مؤخرا اصدر تقرير على حسابات الاحزاب السياسيه. يعني كاين متابعه ماشي غير كالدوله كتعطي شنو متابعه ما فهمتكش. وكدير متابعه وحتى انتم طلبتكم شلاح ديال الامور السيزيان ما فهمتكش. يعني راه ما تمشي هذه الفوضى بهذه الطريقه اللي كتصوروها. انا ما قلتلكش ان الناس كتاخذ الملاير وما عارفينش فين مشات. و280 مليار مشات وما مشات. ما تقدرش تعطيني الداخليه ما تعطينيش واحد التقرير من هذا. طلبوا الداخليه تعطيكم علاش ما طلبوهاش؟ ايوا انا راه كنطلبها عن طريق هذا وانتم عندكم حزب القناه ديال الدوله القناه الاولى ديال القناه الحكوميه ديال الدوله الرسميه. كنطلب بان وزير الداخليه غدا ياخذ واحد التقرير يقول للمغاربه فين مشاو الفلوس ديال الانتخابات باش يعرفوا بشحال دا الحزب المغربي الليبرالي وشحال دا غيره. واذا انت غتعطيني واحد الفكره وصلت تعطيني واحد الحزب انت كتقول لي البام ولو بي جي دي. البام وبي جي دي كل واحد فيهم خاد 8 مليار درجه انه هذا المجلس ديالك ديال الحسابات اللي صبحتو تسويت المجلس الاعلى للحسابات المجلس الاعلى للحساب اللي صبحتو تسويت من دقيقه الفهم ديال كل شيء كيتكلم في التقاعد كيتكلم في الحساب كيتكلم في كل شيء ما عرف منين نزل له الوحي. عنده قضاة مختصين في القضاء المالي السياسي. ما عندوش قضاة مختصين كيقوموا بتحريات وعندنا مجالس جهويه. يقولوا لنا كيفاش داروا كتبخسوا العمل ديال المؤسسات. انتم كحزب ليبرالي انا ما كنبخسش يعني العمل ديال المؤسسات. نمنعوا المؤسسات الدستوريه حتى نمنعوا شنو غادي دير الدستوريه صافي نمنعوا البرلمان نمنعوا المجلس على الحسابات نخليو الحزب الليبرالي بوحده. وهذه الديكتاتوريه هذه ستالينيه. الديكتاتوريه الستالينيه شنو هي؟ هو كتجي عند الراي العام فهمتي عن طريق بزاف ديال الوسائل وكتقول لهم الحزب المغربي الليبرالي دا 50 مليون ديال السنتيم وما عطانيش الحساب. السي وهذا الشيء فعلا ولا لا؟ هذه كذبه. هذه اولا كذبه باش تكون الامور واضحه. هذه كذبه. انا الحزب المغربي الليبرالي قالوا لي نرد واحد 900 الف درهم ديال هذه 10 سنين لان المحكمه قالت لك ما حطيتش الاصول ديال الفاتورات. انت راه قاضي خليني نكمل.
انت قاضي، واذا كنتي قاضي واحد ما حطيت لك لي فوتوكوبي كتصيفط لها انذار وكتقول لك عندك 10 ايام باش تحط لي الاصول، وكنحط له الاصول، ماشي هو كيبغي يصيدني. هذا باش كل الامور هذه مشكلتي معهم هما. انا طيب فران وموقف حوتي. طيب نوليو لا بلاتي لا ولكن لا 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 والله ما نفلت هذه. قبيله تكلمت على الاحتكار. لا هذه المحكمه ديال الحسابات العليا ولا سميت المجلس على الحسابات، وتدخل تشوف الاوراش، تدخل تحسب لي الاوراش ولوطوروت والملاير فين كيمشيو، ونقول لها برافو عليك، جيت انت عند السيزيان اللي ما عندوش التمثيليه عطيته 500,000 درهم. هذه العزبه ديال المغرب. اسيدي كانت العزبه ديال المغرب مبنيه على 500,000 درهم الحزب المغرب الليبرالي، غدا نخلصها. طيب والله حتى نخلصها. وانا خرجت وحينئذ المغرب غادي يتمشى. الفكره ديالكم وصلت غير باش يمشي راقب فلوس فين كيمشيو، يمشي راقب اش كدير لارام، تشري التجاره فين هما كيمشيو للمصاريف، يراقبوا كتحتكر دابا الكلام وانت ضد الاحتكار، ضد الاحتكار، الحزب الليبرالي ضد الاحتكار في الاقتصاد. وانا كنحتكر ولكن كتختار الكلمه وما تخلينيش نتفاعل معك غير باش نغلق القوس. فرحان لان ديما كنلقى نرغب الصحفي خليني نتكلم. دابا وقع العكس، حينئذ الامور بدات كتمشى للامام. الحمد لله. غير باش نغلق القوس، تقرير المجلس الاعلى للحسابات حول حسابات الاحزاب السياسيه اللي تنشر منشور في الموقع الرسمي ديالو، ماشي ديال الحسابات ديال المجلس ديال الحزب المغربي الليبرالي، باش نكونوا منصفين. الا بغيت يمكن نرجعوا له بلاتي. انتم قبيله قلتوا ماشي اشكاليه هذه. انتم يعني قبيله جاوبتوني قلتوا لي احنا حزب يميني، ولكن واش كتساندوا الاغلبيه او لا عندكم مثلا مسانده نقديه كحزب الاستقلال الاغلبيه؟ شنو التعامل ديالكم مع الحكومه الحاليه باش توضح لنا الصوره؟ واخا شكرا. في الاول قلت احنا حزب غير ممثل، ولكن احنا حزب غير ممثل في البرلمان. عندي الحق لان هكا بغات ان نجي نعبر عن ارائي. واش كاين شي واحد منعك باش تعبر عن الاراء ديالك؟ خلينا غير نتفضل. في هذه الساعه هذه الحمد لله، في هذه الساعه مزيانه، في هذه الساعه هذه مزيان. واذا كملت الجمله ديالي، بما ان انا عندي الحق باش نعبر عن رايي، غادي نعبر عن رايي. ولكن شنو هي المسانده؟ المسانده ملي كنكون في البرلمان كنساند واحد الحكومه. بما انني خارج البرلمان وغير موجود في البرلمان، انا ما عندي ما نساند حد، نساند، لكن انا كنراقب وكنقترح. حنا الحزب المغربي الليبرالي اسيدي تجيني اقترحنا في التاسيس ديالنا يربطوا الناظور مع توريد في القطار وتصاوبت. عرف هذه حنا قلنا عار وعيب ان المغربي ملي كيجي الناظور كيدوز على ديوانه اجنبيه ديال اسبانيا في مليليا اللي هي كتقرر واش ندخل نشوف اهليه ولا لا، ودرنا المطار في العروي. حنا لو كنا كنقولوا حشومه على الريف في الناظور انه اللي بغى يجي في الباخره خصو ينزل عند الاسبانيول في مليليا، هما اللي غادي يقرروا، هما اللي كيفتشوني يجي مباشره للمرسى اللي كاينه الان في بني نصر. في بني نصر كانوا متفقين. حنا كنقترحوا، حنا هذه 5 سنين وحنا كنغوتوا بان خص نخلقوا النفر ما بين مراكش وورزازات، ان تونيل، لان حشومه في القرن 21 بلاد كل المغرب يبدا باش يمشي لورزازات، نبدا نطلع في الراس ديال الجبل باش نبدا نهود الجبل باش نمشي لورزازات وناخذ 4 سوايع، في حين ان بالنفق غادي ندير ثلث ساعه وغادي نقطع من مراكش ونورزازات. مع العلم انه اذا قطعنا من مراكش ونورزازات غادي ننميو السياحه في تلك المنطقه وغادي نطلعوا بورزازات، واللوطيلات اللي كاينين في مراكش غنخفوا عليهم والسياحه غادي تتبدل في الاطار. خليني نكمل. كاين هذا النفر، هذا لو تونيل دا تيزن تيست. واذا درنا في تيشكا جبل واحد اخر نفر ما بين ورزازات واكادير، بدلنا الجنوب ديال المغرب. طيب هذه الاقتراحات ديالنا، هذه الاقتراحات ديالكم السيزيان ويمكن مهمه، خليني ما تاتينيش الحكومه غنفذها. طيب خليني انا غنقترح، انا نفكر. طيب وانت نفذ دير اغلبيه، غنفذ لي الاقتراحات ديالي والافكار ديالي. من كتقترح شي مسائل لان بعض المرات كتبغي تجدد مثلا ولا شي مشروع جديد، او بعض المرات كتعاتب، يعني كتشوف بان ما كاين خلل، كاين نقص، وكتطالب انه تصلح الاوضاع وتكون من حسن الى احسن. ولكن هذا الشيء يعني خصك تخاطب الحكومه ماشي تجيني يعني. اذا شنو العلاقه ديالك مع الحكومه؟ واش علاقه مسانده نقديه، معارضه، يعني شنو؟ انا واذا الحكومه بدات في المشروع ديال النفق ديال تيزين تيست غادي نصفق ليها،
واذا منعت غادي نقول لها راه انتم مكلخين مع مخكم، لان هذه مهمه. تنقول لك انا وبصفه عامه كيفاش تقيم العمل الحكومي من بعد 4 سنوات دابا راه تقريبا النهايه ديال هاد الحكومه؟ انا بعدا بصدق كنعتبر بان الحكومه الحاليه انزه بكثير من الحكومات السابقه، وبالتالي كنستند سي عبد الاله بن كيران فيما يخص الحكمه وكيفيه تسيير الدوله والمرافق العموميه والمشاريع. ولكني كنظن بان الحكومه ماشي هي البي جي دي اولا. الحكومه فيها البي جي دي والرني والحركه الشعبيه والحزب الشيوعي، ما عرفتش كي دير تماك، ولكن التقدم الاشتراكيه كانت عندهم مرجعيه ماركسيه. هذه هي الحكومه، مرجعيه اشتراكيه. دونك انا ملي كنتكلم على الحكومه ما كنتكلمش على بي جي دي. ولكن هذا السؤال اللي كنسولك دابا غنمشيو شويه للعمق. كنشوفهم الاخرين جالسين معاه وعندهم الميزانيه الكبيره عند الاخرين. طيب ملي يتكلموا على الحكومه حتى في الراي العام وفي السياسه وفي الصحافه كيجسدوا الحكومه كما قلت انت في الرئيس ديالها عبد الاله بن كيران، وفي البي جي دي الناس كيشوفوا البي جي دي. عندنا الاحرار، عندنا الحركه الشعبيه، كاين حزب التقدم والاشتراكيه مهمين في الحكومه. علاش الناس ما كتشوفهمش؟ او واش يعني هذه حاله سياسيه جديده عرفتها بلادنا، تشخيص الحكومه يعني هذا الشيء ما كانش في العهد ديالك مثلا عبد اللطيف الهلالي الله يرحمه، سي عبد الرحمن اليوسفي، سي عباس الفسيكاني كوزراء اولا انذاك، يعني ما كانش عندهم او ما كانش الدستور ديال 2011 اللي يسمح لهم هذه الحريه في الحركه وهذه الحريه ديال التعبير. اولا هاد الناس اللي انت دويتي عليهم دابا عاد وكاين اللي توفاو وكاين اللي باقيين حي ما كانوش كيتكلموا، كانوا كيتخبعوا. عبد الاله بن كيران كيتكلم وكيجيبها في راسو، لان المغاربي ربط فمك ما يعرفوش شنو تحت راسك، كيقولوا ما عرفش شنو تحت راسك كيخافوا منك كيعطيوك الثقه. داكشي اللي كانوا كيديروا هادو كلهم من الميتين والحيين اللي كاينين هنايا. كان الامور واضحه. حكومه الميزانيه الكبيره عند الاحزاب اللي قلتي شكون الامور. علاش المغاربه ما كيشوفوهمش؟ لان دير تجربه، واذا كنت ديما 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 كتشوف مرتك، واحد المره واخا تكون في الدار ما كتشوفهاش، كثرت ما كتشوفها. هادو التجمع والحركه من 1956 ما كيشوفوهم، ما بقاش كاع كيشوفوهم، كيشوفوا الحاجه جديده. قسما بالله دير واحد الطبله وفيها ديما البيتزا مثلا، ملي كتلف الطبله البيتزا ما كتشوفهاش كاينه شي حاجه اخرى حداها، لان البيتزا ما تشوفهاش، ما كتبقى تشوفها. ديك الحاجه ما كيتشافوش، ما كاينش اللي كيشوف ديك الحاجه. والناس ايضا كيقلبوا كيشوفوا حاجه جديده. والبي جي دي كيتابعوا البي جي دي، واش شي حاجه جديده غتخرج منه، اما الاخرين عارفين ما تخرج منهم والو. هذا واش غندير لهم هذا الشيء كيجرني. لا ممنوع التصفيقات تقول لهم، ولكن غالب الله. هادو الضيوف ديالك السي زيان. لا لكن الحريه هذه ما نقول لك. طيب سي زيان، هذا يجرني يمكن نقاش العلاقه اللي كاينه او النظره اللي كاينه في المجتمع على الطبقه السياسيه اللي كاينه في المغرب والعمل السياسي. شفنا هذاك الشيء يعني من بعد يعني تصريحات ديال السيده الوزيره اللي كانت هنا شرفت افيلال، وشفنا واحد يعني واحد النقاش داخل يعني المواقع الاجتماعيه وفي الصحافه المغربيه الى اخره، الى درجه انه بعض السياسيين كيقول لك حذاري، يعني التفاعل مع السياسيين مزيان، انتقاد السياسيين مهم جدا، ولكن حذاري اننا نبخسوا بالعمل ديال الطبقه السياسيه او نبخسوا بالمؤسسات ديال الدوله كالبرلمان كالحكومه، لان ماشي في صالح حتى شي واحد. في نظركم السي زيان، وهذا الشيء اللي بان انه بعض المحللين السياسيين قال لك الناس يعني بحال اللي كاين واحد الشرخ بين يعني شرائح عريضه من المجتمع والنظره اللي عندهم على الطبقه السياسيه. في نظرك واش هذا الشيء صحيح اولا وعلاش؟ احنا في القرن 21 نيكولا ساركوزي بيته في الكوميساريه وما قالوش بخسوه، خرجوا دار حزب جديد. في اسبانيا كاينه اميره جالسه في قفص الاتهام، وحتى حد ما قال بان بخسوا المؤسسه. ما نعرفش فاش كيشوفوا البخس فين هو. وفعلا مزيان فكرتيني في ديك القضيه ديال الوزيره، لان وجودي هنايا فعلا لان الهكا كيقول خصكم حتى الاحزاب غير الممثله تاتيهم الكلمه باش تتسمى زعما المجتمع غني بالافكار. هذه سياسه متفق معنا نستغلها. الحقيقه ديالي علاش انا هنايا؟ لان انا معلمتوني غير البارح، لان السي مصيب بالخياط منعهم الزوار انه يجي لنا البرنامج هذا، لان حقرتي له واحد الوزيره.
هذه الحقيقه. انا حقرت الوزير. لا انا ما كنقولش تحقرت، هو قالها. هذا كلامه هو، دبر راسه، هو اللي كيقولها. وبالتالي انا استغلت الفراغ اللي دار لي مزوار، وجيت انا بلاصتو نقنع المغاربه. هذه مزيانه، يا ربي تحقر لي باقي طبقه من الوزراء ونجي انا بلاصتهم. وبالتالي انا كنضامن معك لان انا مقدم البرنامج، وهذا الشيء ماشي صحيح. ولكن انا كنتحمل مسؤوليتي. هذا الشيء ماشي صحيح، ولكن على اي انا اتصلت بك نهار الخميس ماشي البارح. الى زعما للامانه اتصلت بك الخميس اللي داز. ما قلتيليش اياه. لا هذا هو حنا كنشتغلوا بهكا يعني ماشي. ولكن الحمد لله راك معنا اليوم في نهارك. لا انا غير علمني ساعتين. ولكن شي واحد باش منعك انك راك معنا اليوم مزيان وعبرت. واش كاين شي اكثر؟ لا ابدا، انا علمني غير ساعتين قبل ناخذ الدوش ديالي نشرب قهوه ونجيك. طيب المهم راك هنايا. انا اللي باغي نسالك السي زيان، الى الناس كيقول لك كاين مثلا الناس مثلا اولا كاين شرخ بين شرائح من المجتمع والعمل السياسي، كيفاش نرجعوا الثقه ديال خاصة الشباب اللي كلشي كيتكلم عليهم، ولكن للاسف غير الانتخابات كيقول كيفاش دابا الشباب خصهم يتسجلوا في اللوائح الانتخابيه، كيفاش خص الشباب يصوتوا. دابا عندنا الوقت، كيفاش نفكروا انتم يعني كحزب مغربي ليبرالي؟ شنو يمكن، واش عندكم شي تصور، شي اقتراحات باش نخليو الناس تهتم اكثر واكثر في السياسيين؟ انا ما كنقولش كلشي السياسيين مزيانين، ولكن السياسه مزيانه في البلاد. لا السياسه مزيانه، السياسي منه جبد اللي كلشي تحت الارض. لان عادي طبيعي. انا واذا كنتفاوض كنتناقش كنتغانن، كنقوم بنقد وبمواجهه الناس الصحاح اللي هما ملي كيواخذوني كيربيوني وكيفرضوا عليا نزيد نفكر. هذه كنت كنطلع كل نهار كنزيد نطلع وكنتقدم. انا كنشوف واجه امامي، كنشوف غير الفراغ. ما كاين حتى شي حد كيمانستروي. سي تو مو كريتيك تو مانستروي. حتى حد ما كيعلمني، حتى حد ما كيفرض عليا ندير شي مجهود باش ديال التفكير. كنتبلد. هذا انا مني وجبد، وما تبقى في الطبقه السياسيه ديال الحقيقه ديال الطبقه السياسيه. ولا يمكن، ولكن دابا بلاتي نرجعوا للحقيقه ديال. قلت لي كيفاش غنخرجوا من الورطه؟ انا نفسرها لك. هي قضيه التحضر والتمدن، الحضاره الحقوقيه، حقوق الانسان، الحضاره الحقوقيه مبنيه لا على السن وعلى الجنس وعلى اللون. ممنوع تقول لي قضيه ديال الشباب او لا قضيه ديال المراه او القضيه ديال المسنين، هذه ما كايناش. بالعكس، قضيه ديال التنميه. حنا دابا كندوي على الديمقراطيه، ما كندويش على الاقتصاد. لو كان الاكا خمم وفكر كيفاش يدير باش يخلق جو ديال الحوار اثناء الحمله الانتخابيه وديال المناقشه وديال الاصطدام ما بين السياسيين والطبقه السياسيه، كنا تقدمنا في الفكر ماشي في الاصوات، في الفكر. هما كيقول لك شوف انت تتكلم ساعه، انت تتكلم 4 ساعات، انت 2 دقائق، انت 5 المرات، انت 20 مره، انت والو. هذا كنمشي كالتلفزيون وكتخرج واحد كيجي مورايا واحد اخر وكيمشي في حاله. هذا ماشي حوار. 33 حزب السي زيان، واش كتشوف 33 حزب كتجمع 33 حزب بعدا، واذا كانوا جوج كيتواجهوا صبحوا 15 اذا كانوا غير. اما اذا كانوا 3 كيتواجهوا مع بعضياتهم رجعوا غير 7. وبالتالي 7 الحوارات اثناء الحمله الانتخابيه اللي كتدوم 20 يوم ولا 15 يوم، يمكن كاع نديروا شهر قبل، كان يمكننا نخلقوا نقاش بيناتنا. ما كاينش النقاش. هو كيقول لك هذا عنده الاغلبيه في البرلمان، هذا كيدوي 4 ساعات يقول اللي بغى. انتم كحزب صغير غير ممثل في البرلمان كتشوفوا بان ما كاين حيف، ما يعني انتم غير منصفين. لا انا ما نعرفش شنو كاين الحوار. لا حيف ما في حقكم، انتم غير منصفين. خصكم اكثر، خصكم تعاملون مثل الاحزاب الكبرى. لا ابدا. لا وانا واش نقول الامور اللي ما كايناش، انا ما قلت هادشي. لا تبغيو انكم لا ما بغيتهاش. لا وشنو؟ لا ما بغيت. انا بغيت انني نشارك بافكاري في حوار اثناء الحمله الانتخابيه مع الاحزاب الكبيره مثلا. شنو كبيره؟ يعني اللي عندها تمثيليه كبيره داخل البرلمان. شكون هذا اللي عنده فك كيساوي الليبراليه باش تقول لي كبير؟ ما كبير غير الله على اي. ما كبير غير الله. الليبراليه هذه قرونيه ناجحه. طيب
هذه الليبراليه اللي ناجحه واللي ما كيفها، اسمح لي، هذه الليبراليه اللي ناجحه واللي ما كيفها حد واللي قرون واللي انتم حاملين هذاك الحزب ديالكم، كيفاش كتفسروا؟ جبتوا 5 ديال المستشارين في الانتخابات الماضيه، كانت عندكم 3 ديال البرلمانيين في 2002، في 2007 صفر برلماني، في 2011 صفر برلماني، وقلت لك دابا في الانتخابات الاخيره يلا 5 تقريبا 5 6 7 ديال المستشارين. علاش الناس ما كيعتنقوش هاد الافكار ديالكم السياسيه اللي انتم الان كتقولوا بينما من بعدها الطوفان ولا من غيرها ما كاين حتى شي حاجه، ولا هي احسن منتوج سياسي داخل المجتمع حاليا؟ علاش الناس ما يسمعوا لكمش؟ انا نقول لك علاش اذا بغيت تعطيني الفرصه، لان اش غادي يسمعوا؟ برامج اقتصاديه، حوارات متلفزه، نقاش بين الاحزاب، بين الافكار، ما كايناش. اش غادي يسمعوا؟ ما كايناش. اش كيسمعوا؟ الفلوس فقط. حنا ما كنوزعوش الفلوس، حنا ما كنوزعوش الفلوس، عمرنا ما نوزعوا الفلوس، عمرنا ما ندخلوا للبرلمان اللي فيه الفلوس. نحن نطالب بانتخابات بدون مال، مع ان الدوله ما تعطي فرنك لحد. وانت قبيله قلت البي جي دي، الحكومه اللي كيقودها البي جي دي حكومه نزيهه، البي جي دي كيعطي الفلوس كيفاش زعما كيعطي الفلوس؟ فايش وانت قلت حنا ما يصوتوش علينا، ما كنعطيوش الفلوس. وضح السؤال. انتم قلتوا ما كيصوتوش علينا الناس حيت ما كنعطيوش الفلوس. حزب البي جي دي العداله والتنميه جا الثاني في الانتخابات الاخيره، مليون و500 مليون و500 ناس صوتوا عليه. واش عطى لهم الفلوس؟ اكثر من بلاتي. العداله والتنميه واش كيعطي الفلوس؟ غادي نجاوبك. 1.5 مليون هو الثاني، لان الاول جاب قل 1.5 مليون. نتفق. جاب 1.3 مليون وشي حاجه. هذا المغرب. دابا انا جبت 1.5 مليون. كان تقسيم ديال الطوائر الانتخابيه اللي عطانا 1.200 وجا هو الاول. الطوائر الانتخابيه التقسيم ديال هذا اللي عطانا. غريبه المغرب. هذا الشيء كينطبق على كل شيء. لا نفسر لك علاش. طيب بي جي دي عطى الفلوس ولا لا؟ غادي نجاوبك باش ندوزو لحاجه اخرى. لا هذه مهمه. هذه اذا جاوبتك على هذه غير ربحنا السهره والليله ديالنا وحتى العام. لا انا غير خديت مثال للبي جي دي. انا حيت انت قلت لي نازيه، حيت انت قلت لي نازيه، علاش تكون قلت لي شي حاجه اخرى؟ عنده مؤسسات، عنده مؤسسات خيريه، عنده المساعدات طيله السنه. غير انا كنقول لك عنده الحق، لكن اذا كنت كتقوم بالعمل الخيري وكتقوم بالمساعده الاجتماعيه طمعا في الله وفي الجنه فلك الجنه. اما اذا كنت كتعطي ديك الفلوس طمعا في الحكومه وفي البرلمان راه مآلك جهنم. هذا اللي كنقول للسي عبد الاله بن كيران. انا ما كنقولوش كتعطي الفلوس، ولكن انت كتستغل طرق دينيه ربانيه، ماشي طمعا في الجنه ولكن طمعا في الانتخابات. وهذا اختار من الناس اللي كيعطيو الفلوس وسير صوت عليا، لان كيعطي فلوس ويصوت عليها ربما يغفر له الله. هذا كيستغل الله والمؤسسات والخيريه والانسانيه والاجتماعيه، ماشي طمعا في الاخره، طمعا في الدنيا. وهذه اخطر حاجه في الاسلام. الاسلام اللي انا انتمي اليه، ويمكن شي واحد ينتمي لشي اسلام واحد اخر ما كيهمنيش، انا الاسلام اللي انا مقتنع به، وهذه هي اللي خاطئه. الا كتشوفوا انتم وهذا علاش حنا عمرنا ما نكونوا مع البي جي دي. الا انتم كتشوفوا هذا الشيء، واش مثلا ما كانش اقتراحات؟ واش يمكن كاين شي قانون اللي يقدر يغير يصلح؟ اكيد اكيد اكيد. يعني دابا يكفي يقولوا غدا حنا ما نعطيوش الفلوس في الحمله الانتخابيه اولا. ثانيا كاين حوارات ضروريه، كنجيو التلفزيون وكنجيب واحد السله وكنهزو في الاسماء، فلان غادي يواجه فلان، غادي نرجع لك المثال، فلان غادي يواجه فلان، وغادي نوضوا بحوارات. نرجع لك وما كاينش الفلوس. وغادي بلاتي وانا نكون كطبع البرنامج ديالي وكنعطي للحكومه، والحكومه هذه كتبلغوا الجميع. نرجع لك المثال اللي سمعته قبيله، المثال ديال فرنسا، المثال ديال فرنسا. انا قلت لك فرنسا كتعطيو برنامج وكيتوزع مجانا جميع الناخبين. المثال ديال فرنسا حتى هما الهكا ديالهم سي اس كينظم الحوارات التلفزيونيه بالمرحله الانتخابيه على حسب الوزن ديال كل حزب. الوقت اللي كيعطيه مثلا الحزب الاشتراكي الحاكم ماشي هو الوقت اللي كيعطي لواحد الحزب صغير مغمور ما عنده حتى شي تمثيليه داخل البرلمان. ابدا عندهم واحد الميزان، واذا فتيني بمينوت كيزيدوها ليا. كيديروا الميزان في الاخر كيقولوا اسمح لي هذا مازال عنده 3 دقائق يتكلم في البرنامج. انا كنهضر لك بصفه عامه، يعني الحوار داخل المرحله الانتخابيه انت كتكلم في البرنامج الحواري اللي فيه ساعه مثلا، هذاك يحتسبوا الوقت لكل حزب، ولكن هذاك الحزب يقدر يجي يشارك في هذاك البرنامج وما يشارك حتى في شي برنامج اخر لان حزب صغير.
هذا معليش ما غاديش ندخل. لا بلاتي الحزب المغربي الليبرالي. لا ما تقوليش هكا، ما ندوزش هذه. لا هذه ما ندوزهاش. لا اسمح لي. ودا كنت حزب صغير، خليني غير نكمل. تفضل. ودا باش كنت نغلقوا هذا. واخا ودا كنت حزب صغير ما نكونش ممثل في جميع الجهات، وبالتالي الجهه اللي انا ماشي ممثل فيها ما تاتونيش فيها الكلمه، واخا ما عندي حتى شي مانع. دونك ودا كان الحزب الكبير كيتكلم في جميع الجهات لان عنده ممثلين و دي كانديدا في جميع الجهات. هذا هو الفرق في فرنسا ما بين الصغير والكبير. انا ما عنديش في باريس، وكان واحد الحوار حول باريس ما يمكنش نشارك فيه لان ما عنديش المرشح ديالي. هذا فقط. اما في الانتخابات في فرنسا البرامج توزع على قدم المساواة اولا، وثانيا البرامج هي حواريه جداليه مناقشه. نخليو المشاهدين يمشوا يتحقوا ويبحثوا. نحن نديروا الثقه في الذكاء ديال المشاهدين. اكيد على اي وهذه افكار ديالك. هذه انا واخا انا كنتكلمك على التجربه الفرنسيه، ولكن الفكره ديالك الاقتراح ديالك كنحترموا. هذا هو اللي خصنا. انا كنحترم لك الاساتذه المتدربين بمراكز التكوين هنايا بالمغرب، وراك عارف هذه الاشكاليه اللي خارجين في تظاهرات وتعبئات كيطالبوا بالغاء المرسومين ديال الحكومه ديال المباراه. يعني هما الحكومه اللي يعني فصلت بين يعني التكوين والتوظيف، والمرسوم الثاني اللي كيتعلق يعني بالاجره بالمنحه يعني ب 1200 عوض 2400. اذا في نظركم، وحنا شفنا التعبئه ديال هاد الاساتذه المتدربين، وشفنا يعني الحكومه لحد الان بين السي عبد الله بن كمال اللي اقسم انه لن يتنازل، وبين انهم شفنا نهار السبت انهم الحكومه فوضت الوالي ديال الرباط انه يتفاوض مع التنسيقيه ديال هاد الاساتذه المتدربين، او من بعد الوالي يفاوض الاساتذه المتدربين. واش كتشوفها يعني عاديه؟ اختصاصات ديالو القانون كيقولها. لو كيناقش مع المرسومين هو اختصاصات ديال الوالي اختصاصات ديالو هي هذه. القانون ديال الولاة والرساله الملكيه اللي كتفسروا كتعطيها الاختصاص ديالو انه يتفاوض باسم الحكومه. بيان سور. طيب كيفاش كتشوفوا الموقف ديال الحكومه حاليا؟ واش كتشوفوهم على الصواب؟ لا، خصنا نتفاهموا جوج ديال الامور. كاين اولا الاشكاليه في حد ذاتها، وكاين الاسلوب ديال العنف اللي تمارست واحد النهار ضدهم. انا اللي كنقول وكنستغل هذه الفرصه هذه. هنا في 2016 العنف سال في العالم. جميع المغاربه عندهم الحق يعبروا عن سخطهم بلا ما يضربهم حتى حد. هذه خصها تكون واضحه، وبالتالي كخص المسؤولين اللي غادي ينظموا الامن والشارع والمستقبل ويحاوروا يكونوا في المستوى القرن 21. شكون هو المسؤول في هذا الاستعمال اللي كتسميوه العنف؟ دابا السي عبد الاله بن كيران كيقول لك الداخليه عطاوها الامر في الخفاء، والسي وزير الداخليه كيقول لك الامر عطاه عبد الاله بن كيران. بما اننا ما كنتش معهم وانا ما عنديش التصنف ديال المخابرات ما نقدرش نجاوبك. ولكن كيفاش كتشوف هذا يعني داخل قبه البرلمان واحد رئيس الحكومه كيقول انا ما فراسيش وكيحلف كيقسم بالله، ووزير الداخليه كيقول له انا درت هذا الشيء يعني بالتشاور والتنسيق مع السيد رئيس الحكومه. واحد فيهم لا يقول الحقيقه، ما عرفش شكون. طيب انا والله ما نعرف شكون. طيب الان الموقف ديالكم بالنسبه كنت نعرف والله تنفضحوا. او لا يمكن سوء تفاهم، ماشي ضروري تكون نيه مبيته. لا خلينا نضربوا عباد الله، ماشي سوء تفاهم، اسمح لي. خلينا نضربوا عباد الله قرار سياسي. واذا قررتي ما تفوضش وما تحاورش وتقمع، هذه سياسه. انا لا اؤمن ما يسمى سنوات الرصاص، ولكني هذه السياسه طويناها في الماضي تبارك الله صافي نسيناها. هذا هنا كتنتقد الحكومه، يعني هنا كتنتقد الطريقه ديال التصرف ديال الحكومه مع هذا الملف. الحكومه التدبير. انا كنتقد الحكومه وغير الحكومه. لا الان غير في هذه النقطه. لا في هذه النقطه هذه خطا تضرب عباد الله. تضرب عباد الله ممنوعه. من طلع عباد الله تضرب شي واحد يمكن له توقع متابعه. ولو انه استعمال القوه، وانتم رجل القانون، استعمال القوه من اختصاصات يعني السلطه العموميه. ماشي خلينا نضربوا. لا استعمال. شوف ما معنى استعمال القوه؟ فين هو الذكاء؟ هاد الناس غادي يجتمعوا
الناس غادي انا يجتمعوا. كنحاول نعطي الراي الاخر باش ما نبقاوش لا، يعني في نتفق اتجاه معك. واحد. هاد الناس غادي يجتمعوا، كتشوف كيفاش تمنعهم ما يوصلوش، ما يوصلوش. شنو نقول لك انا؟ وقف الترن في المحمديه، شنو نقول لك انا؟ او في العرايش ولا في قريطره باش ما يجوش للرباط. تكلم مع الخمسه ولا سته ضمن ديورهم وشوف واحد 10 ولا 20 ديال الابوات ولكن والامهات. استفزاز من الطرف الاخر السي زيان، وكان يعني ان الامور كانت غير تخرج عن محتمل. النطاق ديالها. واش هاد الدوله ما عندهاش الحق تستعمل القوه؟ الولاد وانا ما كنقولش القوه يعني انهم انا كنقول يعني القوه النظاميه المعقوله. نتفاهموا الولاد ولي بريفيت بوليس والقوة النظامية خصها تفهم بأن 1000% سيكون هناك استفزاز. ما تصدعش تبقى القضية دي. المخير فيهم ودا كانوا 1000 ديال الناس 800 جات عوالة تستفز البوليس. خصهم يكونوا عارفينها. هذه ماشي جديدة. إذا وخصك تكون موجود لها انه الناس معبئهم بالنكات، معبئهم لان كينعسوا مزيان باش ما يتنرفزوش دغيا. من الواحد كيشوف كيقول له سيدي زعما فين بغيتي توصل، وكيضحك معاه وما كيضحكش معاه، اولا كيقول له كيكونهم كيقول لهم عباد الله عوض ما تسب انت جيب الكاميرا ديالك وتغوت وتعاود تستفزني، جبت انت الممثلين يمشيو يتفاوضوا مع الوالي وشوفوا مع الحل. هذا شغلهم. انا ما كنفهمش في الامن. طيب هذه الطريقه ديال التدبير. ولكن الشارع سلام على القرن العشرين في الدينار، ما عرف كيفاش نفسرها لكم، راه ما غاتكونش فكره وصلت. اذا الموقف ديال الحكومه انهم يتثبتوا بالراي ديالهم، انهم يفصلوا التكوين عن التوظيف. لا، والناس بجهه اخرى كيقول لك عندنا خصائص في التعليم، راه خصنا معلمين وخصنا اساتذه، كي خصنا نديروا؟ لان الحكومه قررت تشجع التعليم الخاص عوض التعليم العام. لان الحكومه اليوم ملي كتفكر في التعليم هو الخاص. التعليم الخاص وما كرهوش يجيبوا جامعه وكليات ديال الخواص، وما كرهوش انه المدارس العموميه يبيعوها لشي مؤسسات ديال الخواص باش هما يسيروها. وهذا الشيء راه كاين مدارس كتسبح، الامور واضحه في المغرب الخواص. لو كانت الحكومه عارفه بان السياده ديال الدوله مبنيه على جوج ديال الركائز، الصحه والتعليم. الدوله التي لا تضمن الصحه لمواطنيها ولا تضمن التعليم لابنائها لا حق لها في الوجود. ولكن هذه الدوله وهذه الحكومه اللي كتكلموا عليها السيسيان، هذه الحكومه اللي كتكلموا عليها كتقول انا متفق معك، ولكن راه الله غالب. الامكانيات الماديه ما عنديش. الامكانيات الماديه واش انا كرهت نوظف 20 مليون؟ ما عندناش. انا ما كنقولكش توظف، النقاش ماشي هو هذا. النقاش هو انه المغاربه الى سن 12 سنه كخصهم كلهم تخرجوا من الاميه، كخصهم كلهم يمشوا للمدارس، كخصهم كلهم يقراو. هذا واجب على عاتق الحكومه، تنتحر تحماق تقابل نعاس شغلها. الحكومه تقول لك جميع المغاربه خصهم يقراو. تقول لك الحكومه انا هذا الشيء ديال 30 40 عام تسناني انا في 4 سنين. شوف الله نقضي لك الاميه الله يعطيك الخير. حقوق الانسان عاوتاني غنعاود نرجع للاول. حقوق الانسان هو العهد الاقتصادي والاجتماعي اولا. العقد الاقتصادي واضح كنقولها للمغاربه، كيقولوا للحكومات اللي ما قدرت تخرج البلاد من الاميه وتخرج جميع ابنائها ماشي حكومه خصها تستقل، وهذا ماشي دوله. شكون الامور واضحه، هذه امور واضحه خصها تخرج جميع المغاربه ماشي شغلي. طيب احنا دبر في الفلوس، غادي نوليو لواحد دبر في الفلوس شغل خصها تخرج جميع المغاربه. مجموعه ديال المواقف ديال الحزب المغربي الليبرالي سي زيان. نوليو للملف ديال التقاعد. هنا بغيت نتكلموا غير على يعني الرؤيه ديالهم لاصلاح صناديق التقاعد. غنتكلموا على يمكن الطريقه اللي هذه الحكومه كتفاوض بها او كتسير بها او كتدبر بها هاد الملفات الكبرى، المتدربين، القواعد الى اخره. طبقت الفصل 81 من الدستور ونشرت القانون. هذا هادشي كنديرها في الديوانه في الجمارك، لان كاين حالات استعجال فهمتي في الجمارك سنويا. الجمارك وزير الماليه كياخذ التدابير، ومن بعد كيجي في الاول ديال البرلمان في قانون الماليه كيسطرهم لك وكيدوزوا بالاجماع تقريبا باش نعرفوا القضيه. كيفاش كتشوف هذه الطريقه ديال الحكومه في تدبير الملفات الكبرى؟ في التقاعد ما يمكنش. علاش ما كاينش؟ علاش مثلا ما كتفتحش حوار مع النقابات؟
هي كتقول لك النقابات غادي يدافعوا على المصالح ديالهم يعني ديال الفئويه، وانا كنشوف المصلحه العامه وخصني يعني دغيا نزربوا حيت كاين مشكل وخصنا هذه السنه قبل السنه الاخرى. واش كتشوف هذا الشيء صحيح ولا لا؟ ما عرفت ما نكذبش، انا ماشي مستشار ديال رئيس الحكومه وماشي عضو في الحكومه، ولكن انت كرجل سياسي ورئيس حزب عندي راي في التقاعديه. يلا تفضل. ولكني واش النقابات بغاو؟ انا كنت وزير وكنت كنمشي نبوس الريوس ديال المعطلين في الاحزاب اللي كانت كتسبني كل نهار، وكنرغبهم يجون عندي للوزاره وكنجيب لهم الوزراء باش يتحاوروا معاك، يقول لك لا ما نمشيوش نتحاوروا. انا عشت هذا الشيء، انا ما عرفتش شنو وقع، وكنت كنبوسهم ونرغبهم، كنقول لهم قسما بالله نحلوا لكم مشكل، يقول لك لا يا سيدي ما تحلش المشكل، حنا ما بغيناش نتحاوروا. دونك حنا ما عرفناش، هذاك هو اللي يقدر يجاوبك. ولكن التقاعد اشكاليه. الناس كيقولوا لنا بان غادي نوصلوا من دابا 10 سنين الى 163 مليار ديال العجز في الصناديق ديال التقاعد. يمكن 163 مليار هي الميزانيه ديال الدوله برمتها نقدر نوصلوا لها. اذا كتاكدوا الشيء اللي كتقول الحكومه بان ما كاين استعجال، كاين حاله استعجاليه. كخص حلول. واش 62 عام، واش 65 عام، واش اختياري، واش اجباري، واش يمكن لك واش اخر اجره هي عليها اللي غتبني؟ لان الاشكاليه ماشي 63 عام 65 عام، لان الحياه طوالت الان وفعلا ما يمكنناش نبقاو في 60 عام. طيب هذا هو السؤال السي زيان، هذا النقاش اللي هو محوري وكيهم يعني الوطن على المستوى يعني البعيد، يعني على المستقبل ديالنا، غادي نراهنوا المستقبل ديالنا وديال الاولاد ديالنا والاجيال القادمه. علاش ما يكونش عليه واحد النوع من الاجماع الوطني؟ علاش غير نخليو غير الحكومه هي اللي كتدبر؟ وعلاش مثلا ما نفتحوش في حوار مجتمعي؟ انت رجعتي دائما كلامي. تصور نهار 7 اكتوبر كاين انتخابات، معنى ان في سبتمبر كاين الحمله الانتخابيه، الدار 10 20 30 ديال الحوارات حول التقاعد، كل مره كيشاركوا 3 ديال الاحزاب وكيناقشوا نقطه. المغاربه غادي يفهموا الاشكاليه ديال التقاعد ولربما الحلول غتخرج. ولكن هو كيقول لك سير التلفزيون دوي 3 دقائق وسرسر وسير في حالك، وكيجي واحد كيسرسر 3 المينوت، واحد مور الاخر، واحد مور الاخر، واحد مور الاخر. واللي عنده النواب بزاف كيسرسر 10 المرات، اللي ما عندوش كيسرسر. ما كاينش غير التلفزيون السيزيان، كاين اليات اخرى. الديمقراطيه اللي غادي تحتكرها غير في التلفزيون راه عندنا مشكل. الديمقراطيه راه كاين الجامعات، لا ما كاين مشكله. شكون اللي منعك تتفاعل مع المواطنين السيزيان؟ ولكن كتعرف غابرييل تارد لو بوفوار ديميتاسيون. الحكومه هي اللي كتعطي الدفعه الاولى، هي اللي كتعطي المثال، من بعد الناس كيديروا امور واحده اخرى. ملي الحكومه ما كتمشيش في الاطار هذا ما كاينش اللي كيقدر يدير. سي محمد زيان، انتم المنسق الوطني ديال الحزب المغربي بلاتي في المعاش. رد بالك الاشكاليه ماشي ب 62 عام ولا 65 عام، الاشكاليه انه ما كيبغيوش يبنيو المعاش على اخر اجره. ردوا بالكم، الحكومه كتقول لك اخر اجره ما ناخذوهاش في عين الاعتبار، لان اخر اجره كتكون عاليه بزاف وانت ما ساهمتيش بالمستوى ديال اخر اجره. هذه الفضيحه الكبرى. التقاعد غادي يكون عمليه ديال التفقير في واحد الوقيته اللي خصنا الاقلاع الاقتصادي. باش يكون عندنا الاقلاع الاقتصادي ليبري خص يكون عندنا الاستهلاك، باش يكون عندنا الاستهلاك خصنا المستهلكين، والمستهلك خص يكون عندهم الفلوس. ودا ما عندكش باش تشري، ما عندكش باش تنمي، لان ما عندكش باش تنتج، ما يمكنلكش تدخل السوق. هذه الاشكاليه، وهنا غتجي لا كريز، هنا غتجي الازمه. طيب سي محمد زيان، نذكركم ما كرهناش في الانتخابات يعيطوا ليا وتجي الحكومه وكل واحد بافكاره وكل واحد بالخبراء ديالو ونتناقشوا. راه سمعنا هذا الشيء، راه قلنا المنسق الوطني للحزب الليبرالي، وقبيله حنا كنقولوا هذه الافكار ديالكم علاش ما تجمعش الناس عليها وعلاش ما كيصوتوش عليكم؟ انتم قلتوا علاش الاسباب ديالكم اللي كتعتبروها موضوعيه، انا كنحترمها. وغير السي زيان، غير خلينا غير نكمل السؤال ديالي ونعطيك تجاوب كما قبيله، ماشي مشكل. مرحبا. بعض الناس كيقول لك السي محمد زيان اللي على راس الحزب 2002، اسمح لي عاود، يعني انتم ما كتعطوش يعني النموذج ولا المثال في الديمقراطيه الداخليه حتى في الحزب ديالكم. كيبغي الناس يديروا فيكم الثقه، يتكلموا على الديمقراطيه في المجتمع. سي محمد زيان، علاش ما مثلا
هذه ما عندك حتى شي 2002 مانع. وانت امين منسق وطني منسق وطني يعني واش لا، ما ما كاينش عندي في هذا مانع. الحزب شي واحد اللي يقدر يحمل المشعل ديال السي محمد زيد تجديد النخب كلشي كيتكلم عليها كاين ناس يمكن عندهم افكار مزيانه داخل هما الحزب الاخوان سولهم كنقول لهم انا بغيت نمشي في حالي، انا ناسسوا حركه بيناتنا حنا وانا ما خصني والو وخذوها يجيو نخلصوا هنا. كنت كنقول لهم شوفوا شي واحد فينا كانت عندكم شي حركات، كانت حركات صحيحيه في 2011 ناس داخل الحزب ديالكم حتى هما قالوا بان السي زيان خصو يدوز المشعل. ما قدروش درنا مؤتمرات ما نجحوش. اش غادي ندير؟ نسيبوا الحزب؟ درنا منسق وطني مؤقت داخليه ما قبلتها ليناش. حنا ملي كنبغيو نتحدوا مع بعضياتنا وكنقولوا نديروا حركه وحده، انا من الناس اللي متنازل على الزعامه وعلى الرئاسه مع الحركه مع الاحزاب الاخرى. الاحزاب لان بعض الاحزاب لان مثلا وعلاش ما توفقتوش في هذا يا اخي راه السياسه المغرب واعره، شحال كاين ديال الخيوط في السريه وشحال كاين شي واعر بزاف. طيب كاين الناس اللي كيتخوفوا انكم المؤتمر المقبل الله يطول لكم في العمر ان شاء الله ويستمر الحزب ديالكم. كنتمنى انا ما بقاش منسق، ولكن كاين اللي يقول لك يمكن تدوزوا هذاك الشيء الامانه العامه ولا التنسيقيه الوطنيه للابن ديالكم. لا حنا ما عندناش الجمهوريه الارثيه، هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. يعني كتنفيو بان هذا الحزب ما غاديش انفي انه شي حد من ولادي يترشح للرئاسه ديال الحزب، كنفيها. فوقاش المؤتمر المقبل السي زيان؟ باقي ما قروهاش. انا قبل الانتخابات ولا بعد الانتخابات في نظركم؟ بعد الانتخابات. ما يمكنش قبل الانتخابات، صعيب دير شي صعيب تقوم بشي حركه قبل الانتخابات لان يمكن لك تخسر الانتخابات. ولكن تكون الامور واضحه. حنا عندنا اشكاليه في الترشيح لانه الناس اللي كنرشحوا ما مستعدينش يبيعوا رزقهم باش يشروا الاصوات، وعارفين مسبقا بانه ما غادي ينجحوش. كنستعملوا ولكن كتقول هكا يعني كتيحطب يعني بالسمعه ديال المواطن المغربي. ملي كتقول غادي يشريو يعني المواطنين كيتباعوا كيتشراو. كاين الذكاء او خصنا نحترموا الذكاء والنزاهه ديال المواطن. الا كاين شي بيعه وشريه وانا ما عنديش دليل ما يمكنش نقولوا كل شيء المغاربه كيتباعوا. بلاتي دابا خصنا القضيه ديال الدليل كتخرجوها بزاف. انت كتحاورني وانا راجل سياسي، ما كتحاورنيش وانا رئيس النيابه العامه. ولكن انت مسؤول، رجل سياسي مسؤول. لا لو كنت رئيس النيابه العامه غادي نقول لك اتوا برهانكم ان كنتم صادقين. انا سياسي، انا كنشم وكنقول انا غير سياسي، انا ماشي راجل النيابه العامه، انا ماشي غادي باش نقول لك اعطيني الحجه باش نصرح. ولكن الكلام ديالك راه عنده انعكاسات السي زيان، انعكاسات واعره. نفسر لك الا كان هذاك الشيء ماشي صحيح راه يمكن يكون ماشي صحيح. وبغيت نقول لك واحد القضيه وانا كنتحملها امام الله. انا كاين الناس كيجيون عندك يقول لك السي زيان ما كرهناش تنجح، ولكن حنا ما نصوتوش عليك. وكنقول لهم علاش اولادي ما تصوتوش عليا؟ كيقول لك لانه اذا شافونا جيراننا مشينا للمكتب التصويت نصوتوا غادي يظنوا بان تخلصنا، وباش انا نبين جيراني انني انا ماشي مرشي ما كنمشيش نصوت. انا عندي واحد سيد صاحبي واحد قبلتي صديقي بغا يترشح، قلت له الله يعطيك الخير انت راه صاحبي عزيز عليا، غترشح معنا في الحزب وغتخسر وغادي يطر لك معايا. سير شي حزب عتيق وطني هذاك اللي جابوا الاستقلال وداك الشيء، ومشى ليهم وما جاب والو. ورجع عندي قال لي معاك الحق. والناس كتقول لي انا ما نمشيش نصوت قسما بالله، كيقولوا ما نمشيش نصوت لانه اذا شافوني دخلت للمكتب التصويت غادي يقولوا انا راجل مرشي. هذه الحاله اللي وصلنا ديال المغرب الاستاذ. طيب غادي ما بقناش باغي التعليق ديالك السي زيان. غادي الحلقه التاليه باغي التعليق ديالكم، وقبيله تكلمتوا عليه التقرير ديال المجلس العالي للحسابات حول حسابات الاحزاب السياسيه تكلم على الحزب المغربي الليبرالي. نعطيك واحد جوج ثلاثه ديال الارقام. الموارد ديال 2014 اللي هو كيتعتبر دعم ديال الدوله في المساهمه في تدبير المصاريف ديال الحزب ديالكم 483 الف درهم و870 واحد السيد واحد انتم كتعتبروا حزب ليبرالي وخصكم تعتمدوا على انفسكم الى اخره. كنشوف الموارد الوحيده هي ديال الدوله، كتعتمدوا غير على فلوس الدوله. انا عندي ارقام. لا ده غير مساهمه الاعضاء في 2014 0 درهم، ومساهمه الاعضاء في 2013 100,000 درهم. انا عندي الارقام راه 2014 0 درهم. هذا الشيء اللي مصرحينه في الحساب ديالكم. مساهمه الاعضاء تصرحتوا في 2014 0 درهم، ولكن الموارد الوحيده اللي عندكم هي فلوس الدوله. كحزب ليبرالي خصكم تعتمدوا. لا بلاتي اولا عندنا مطبعه
غير هذه 10 ايام صيفطت لنا الربح ديال 2015. هذيك المطبعه شريتوها في 2013 ب 136 مليون الى ايوا اخره. شريناها في 2013 2014 بدينا كنجيو على الرخاص باش غير واش بغيتو ديروا جريده سي زياد؟ واش بغيتو ديروا جريده؟ شريتوها على الطباعه؟ جبناها باش نشجعوا الجرائد الجهويه، وحنا الوحيدين اللي كنطبعوا الجرائد الجهويه. دارت لنا الحكومه حيدت الدعم للجرائد الجهويه، وهذه الجهويه ما الجهويه ما نعرف شنو الانتخابات وداروا لنا الجهويه ورؤساء الجهات. واش غادي ينعكس عليكم سلبا على الاستثمار اللي درتو؟ ما ندونش ما درنا استثمار ديال الربح. طيب الحزب المجلس الاعلى كيقول لكم الحزب ما رجعتوش الفلوس المساهمه ديال الدوله اللي عطاتها لكم في 2011 باش تمول الحمله ديالكم 927. وخليني غير نقول الرقم وقول 900. هذا المجلس وخليني نقول 927 ألف درهم و663 درهم نقول لك فاصلة 03. نقول لك على هذه الربعه ديال الكذابه كنقولها لهم علانيه ويدعوني، لانه ما حطيناش الاصول، حطينا لي فوتوكوبي لان حنا غلطنا. كان كيسحبنا بانه لي فوتوكوبي الاصول كنعطيهم كنخليهم في الاصل في الخزانه ديالنا وكنعطيهم لي فوتوكوبي. كيفاش خطاتوا انتم كتعرفوا القانون؟ كيفاش هذا في العالم كله في العالم. شوف السي الله يعطيك انا كنعرف القانون خليني نجاوبك. دابا رجل القانون راه عندي الحق نعطيك فوتوكوبي. كتعرف علاش؟ لان القاضي ماشي خرافه شحال كندوي على القاضي ملي كتعطيه الفوتوكوبي كيدير لك انذار عندك 15 يوم باش تجيب لي الاصول، واذا ما جبتهمش كيتسمى ما عنديش الاصول، واذا جبتهم كنجيبهم وكنوريهم لهم وكنردهم. هادشي ما ندارش معكم انتم ابدا لان ما كيفهموش. هما كيقولوا فالساده كانوا باقي ما كيفهموا والو. ودرت تصريحات ودرت ندوه صحفيه ودرت بلاغ وقلت لمجلس الحسابات ديها في راسك ما تردناش حنا الشفاره. لا هو ما كيخش الشفار لان تقول لي بان مجموعه ديال التحفظات على لان ما جاوبتوش. هما كيقولوا التحفظات على ما جاوبتوش على التحفظ. حنا لا واش غير الله يخليك السيان باش ما نكونوش هذاك اللي يعني نخلي الخير. الله يعطيك الخير. المجلس على الحسابات حنا ما جيناش المجلس على الحسابات غير نكمل الجمله ديالي ماشي بآلهة بشر، وإذا البشر كيحسب راسو اله هذاك شغله. وعلاش المحاسب ديالكم اللي جبتوه باش يشهد على الحساب ديال الحزب ديالكم أشهد عليه المحاسب بتحفظ؟ علاش هو تحفظ مثلا؟ وهادشي كان في التقرير راه منشور في الموقع. هذا المحاسب ديالكم انتم اللي وكلتوه باش يشهد على الحساب ديالكم. لا والو حنا كيفرضوا علينا نمشيو نخلصوا واحد السيد باش كيطبع لنا على الحسابات. هو طبع وقال لك بتحفظ. لا علاش تحفظ؟ باش من تحفظ يعني كاين لان انتم يمكن ما جاوبتوش على شي ملاحظات. يمكن القضيه غير سوء تفاهم السي زياد. وإذا سوء التفاهم يقولوا نظريه المؤامره ولا شي حاجه. واخا واذا كان سوء التفاهم عندهم الحق يحاولوا يشوهونا. هذا غير سوء التفاهم رانا نضل نديروا يعدمونا. هذا تقرير على الحزب كامله ماشي غير انتم. احزاب اخرين ماشي غير الحزب الليبرالي. هذا المجلس على الحسابات كنعطي واحد النصيحه. اولا اذا كنت كذاب يقولها. انا كنقول له بانه عطيتك الفاتورات ما عطيتكش الاصول، ومن الواجب على القاضي يدير لي انذار باش نجيب الاصول، وبالتالي ما نردش 900,000 درهم لان عندي الفاتورات ديالهم. كل الامور واضحه. كنقول سير شطو بركه من الفضايح راه درتي لنا حمله تطهير ما تجيش شي حمله واحده اخرى الله يرحم والديك. واذا كذبت ادعيني وفضيناها باش كل الامور واضحه. انا ضميري مرتاح وكرشي خاويه ما كنخاف من حتى شي بشر. المستقبل كيفاش غادي تهيئوا الانتخابات ديال 2016 المقبله الانتخابات التشريعيه؟ شوف واذا ما كانش الحوار واذا ما كانش المساواه في الاعلام واذا ما ترفعش الفلوس في خطران جميع الاحزاب والله ما نشاركوا. والله حنا ما غادي لنا الانتخابات باش كل الامور واضحه. كيقول لنا يمكن ما عارفين غادي تجيبوا والو. ماشي غير حزب صغير. حنا صغار حنا ما موجودينش عاد غادي نخلقوا. وكنقول لك رغم ذلك عندي الحق نجي التلفزيون ونتحاور مع اكبر زعيم في المملكه لانه ماشي اله غير بشر. واذا شد له سيد ربي واحد الحاجه يموت غير بالدود. بالتالي ما تصدعلياش راسي. انا كنقول لك الامور كما هي ما نترشحوش واذا ما بدلوش الاسلوب الانتخابي. بعض من الافكار
من بعض من أنا الافكار كنستعاون. ديالكم السي زيان، من بعض من الافكار ديالكم واش ما كتشوفش موجوده في بعض الاحزاب الاخرى اللي هي كتقول حتى حنا عندنا فكر، حاملين فكر ليبرالي، مثلا حزب التجمع الوطني الاحرار، الحركه الشعبيه، الاتحاد الدستوري. الوطن الاحرار راسمالي ماشي ليبرالي، ولكن معليش ماشي حاضر معايا باش نناقش. طيب انتم بوحدكم اللي حاملين هذا الفكر ولا كتشوفوا الفكر ديالكم كتشوفهم؟ لا هذا فكر انساني عالمي كوني. ممكن تدعيوا تصويت لحزب اخر السي زيان الا ما شاركتوش، انكم تعبئوا شكون هو الحزب اللي قريب لكم اللي تقدروا تدعوا له اللي نشوف فيه المرشح رجل ليبرالي. الان ما كاينش؟ لا كاينين. علاش المرشحين غادي يكونوا النهار يعني في جميع الاحزاب غادي يكونوا في 7 اكتوبر اللي نقول له هذا ليبرالي يستحق، غادي يقولوا صوتوا عليه. علاش لا؟ بيان سور حتى هما كيصوتوا عليا. انا كاين احزاب ليبراليه، علاش نقول ما كاينش احزاب ليبراليه؟ كاين اشخاص ليبراليين، كاين اشخاص ماشي ليبراليين. الفكر الليبرالي كيقدر يكون عند حزب يساري، مثلا السي الياس العمر كنرجع له لان انا حضرت هذيك الندوه الصحفيه، قال حنا خادين من اليسار الوسط المشروع المجتمعي اللي كيقسم الثروه، ولكن خايدين من الليبراليه الفكر الديمقراطي. لا هو العكس، هو العكس، خاصك تاخذ من الليبرالي الفكر الاقتصادي. اما الفكر الليبرالي السياسي هذا كوني، ما كاينش اللي كيناقشوا اليوم، راه كوني. الديمقراطيه اللي كانت كتحمل الليبراليه ضد الديمقراطيه المركزيه ديال الشيوعيين والاشتراكيين سالات فضيناها، عرفوا بان كانوا خاطئين وفداو وبلا ما يديروا النقد الذاتي ديالهم وبلا ما يطلبوا السماحه للانسانيه لان اخرونا في قرن، قد اخرونا قرن هذوك الاشتراكيين والشيوعيين، فضيناها هذاك ساليناها. كلشي اليوم سياسيا ليبرالي، كلشي اليوم كيامن بالديمقراطيه، بالانتخابات، بالبرلمان، فصل السلطات، التوازن ما بين السلطات، بالقضاء، كلشي فدينا. كانت هذه الكلمه الاخيره ديال السي محمد زيان، المنسق الوطني لحزب المغربي الليبرالي وزير حقوق الانسان سابقا وناقب الصحفيين سابقا. ساعه ونص. شكرا سي محمد زيان، شكرا اخواني اخواتي على المشاركه ديالكم في هذه الحلقه، واقول لكم الى اللقاء.